السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وحبايب قلبي واخواتي الصغيرين طلاب أولى ثانوي في كل مكان في مصر. جالك النهارده يا صديقي بآخر فيديو مراجعة عندك في المنهج، وهي المحاضرة الثالثة في منهجك. خدنا محاضرتين، خدنا فيهم 4 دروس، والنهارده المحاضرة بتاعتنا هناخد فيها آخر درسين عندك في المنهج. فأتمنى يا صديقي ما تتفرجش على الفيديو ده غير وانت شايف المحاضرتين اللي فاتوا. طيب، الدرس النهارده يا صديقي هنتكلم فيه عن الرومان. درسنا عامة النهارده ومحتوى شغلنا النهارده هنتكلم فيه عن الرومان، سواء الرومان دمت مين الرومان، والرومان في مصر عملوا ايه. اول درس عندنا يا صديقي وهو اسمه الحضارة الرومانية، بنتكلم فيها على بلد صغيرة اسمها روما. روما دي يا صديقي قصتها قصة بدأت، كانت عيلة صغيرة عايشة في حتة اسمها إيطاليا. كانت مدينة صغيرة كده في حتة اسمها إيطاليا زي ما انت شايف كده يا صديقي. دي كانت روما، الحتة الصغيرة دي النجمة دي كانت روما. كانت عيلة صغيرة ما بتعملش أي حاجة، لا بتهش ولا بتنش. وقتها يا صديقي نظام الحكم في روما كان اسمه النظام الملكي. اسمه النظام الايه؟ اسمه النظام الملكي. ولكن العيلة الصغيرة دي هتعوز ان هي تكبر وتتوسع. فاول ما تتوسع يا صديقي هتبدا تاخد الحته اللي هي موجوده فيها اللي هي اسمها ايطاليا او شبه الجزيره الايطاليه. طبعا بنقول عليها شبه جزيره عشان متحاطه من ميه من 3 اتجاهات يا صديقي، والحته الاخيره دي يابس. شغل ثالثه اعدادي بقى، شغل الابتدائي، انت المفروض ده الكلام ده انت عارفه. فطبعا زي ما انا قلت لك روما كان فيها النظام الحكم الملكي، وكانت عائله صغيره، كانت مدينه صغيره في قلب ايطاليا، وهتكبر وتتوسع وتاخد ايطاليا. اول يا صديقي ما روما هتاخد ايطاليا وتستولى عليها هيظهر فيها نظام جديد اسمه النظام الجمهوري. يبقى هي خدت ايطاليا وهي في نظام الحكم الملكي. اول ما تستحوذ على ايطاليا وتاخدها هيبدا النظام بتاعها والنظام الحكم بتاعها يتغير من ملكي لجمهوري. حلو الكلام؟ حلو الكلام. قال لك بقى يا صديقي روما في العصر الجمهوري دوت مش هتهدى، هتبقى على طول تعبانه، عايزه تاخد كل الدول اللي حواليها، عايزه تخش في حروب كتير قوي. فاول يا صديقي مدن او اول المدن اللي هتخش معاها روما في حروب وهي في العصر الجمهوري مدينه فينيقيه اسمها قرطاجه. ايوه يا صديقي جدع، قرطاجه اللي كانت على الساحل بتاع البحر المتوسط اللي في شمال افريقيا، بالاخص في تونس، المدينه الفينيقيه. فالرومان قالوا لك احنا عايزين نستفاد من خبرات الفينيقيين ونروح لمدينه قرطاجه اللي هم عملوها ونحاولوا نستولوا عليها. تعالوا يا صديقي نعرف القصه دارت ازاي. يبقى اول حروب دخلتها روما هي حروب مع جيرانها في شبه الجزيره الايطاليه لما استحوذت عليها، والكلام ده وهي في العصر الايه؟ في العصر الملكي. اول ما استحوذت عليها وخدت ايطاليا انتقل العصر الملكي او اتغيرت من العصر الملكي للعصر الجمهوري. اول ما دخلت في العصر الجمهوري قالت لك احنا هنروح نحارب المدن الاخرى بقى زي مدينه قرطاجه الفينيقيه. حلو. هتخش يا صديقي مع قرطاجه في حروب هتستمر حوالي 100 سنه اسمها الحروب البونيه. هتفضل تحارب في قرطاجه حوالي 100 سنه. ليه يا باشا؟ انت عارف ان قرطاجه دي مدينه قويه جدا تجاريا وحربيا، واكبر دليل على قوه قرطاجه الحربيه ان هي قعدت 100 سنه عشان تقع من روما. روما قعدت تحارب في مدينه 100 سنه. تخيل انت بلد كامله بتحارب في مدينه واحده 100 سنه عشان تعرفي تخشيها. ده دليل على قوتها الحربيه. وطبيعي يا صديقي ما انت عارف في درس الحضاره الفينيقيه ان قرطاجه كان فيها 2 من الموانئ، مينا ساحلي على البحر ومينا تاني وراه، فطبيعي ان هي تكون قويه بحريا وحربيا. في الوقت يا صديقي اللي روما بتتخانق فيه مع قرطاجه وعايزه تخش قرطاجه بالايد التانيه يا صديقي بعتت جيش تاني لحته اسمها مقدونيا في اليونان. طبعا انت عارف ان اليونان دي بلاد كبيره جدا، جواها حته اسمها مقدونيا اللي وحدها فيليب الثاني ابو الاسكندر الاكبر. حلو. ففي الوقت اللي هي بتحارب فيه قرطاجه هتحارب فيه بلاد اسمها بلاد مقدونيا، وهي بتحارب لسه في قرطاجه، وهتنجح ان هي تستحوذ على مقدونيا دي ولسه بتحارب في قرطاجه. فهتخلص من مقدونيا وتقول لك انا هاخد بلاد اليونان كلها. حلو. وتبدا تحارب في بلاد اليونان كلها بعد ايه؟ بعد ما خدت مقدونيا، وفي نفس الوقت هي لسه بتحارب في مين؟ بتحارب في قرطاجه. ويا صديقي هيجي سنه 146 قبل الميلاد هتنجح روما ان هي تستولى على قرطاجه وبلاد اليونان الاثنين في نفس السنه. الاثنين روما استحوذت عليهم سنه 146، انما اللي استحوذت عليهم قبلها وهي بلاد مقدونيا. خدت مقدونيا قبل ما تاخد روما وتاخد قرطاجه سنه 148 قبل الميلاد. طبعا انت عارف ان قبل الميلاد التاريخ بينزل، ف 148 دي اقل من 146 او 146 دي الزمن الاجدد و148 دي الاقدم. الكلام ده شغل قبل الميلاد وانت المفروض عارفه يا صديقي. خلاص
استحوذنا على قرطاجة واستحوذنا على بلاد اليونان كلها. عايزين بقى نبصوا للشرق. بيقول لك يا جدع في الشرق حضارات كبيره جدا زي الحضاره المصريه والعراقيه والفينيقيه، عايزين نروح هناك ونشوف الكلام هناك بيقول ايه. قال لك يا صديقي يلا بينا، يلا بينا نطلع على بلاد الشرق. وزي ما الاسكندر الاكبر عمل واول مدينه دخلها في بلاد الشرق كانت سوريا، اول برضه يا صديقي مدينه هيخشها الرومان في الشرق هي سوريا. هيطلعوا ويروحوا على سوريا وينجحوا ان هم يخشوها. حلو الكلام يا صديقي، حلو الكلام. من سوريا يا صديقي يقعدوا كده. هو الاسكندر الاكبر لما دخل سوريا تاني بلد بعد سوريا راحها كانت ايه؟ كانت مصر. طب يلا بينا يا رجاله على مصر. يبقى تاني الدول اللي هيروحوها بعد سوريا في الشرق يا صديقي هي مصر. ويروحوا مصر يا صديقي وينجحوا ان هم ياخدوها بالمعركه البحريه الشهيره، وهي معركه اكتيوم البحريه اللي انت خدتها الدرس اللي فات بين ماركوس انطونيوس واوكتافيوس. وبعد المعركه دي يا صديقي مصر هتصبح ولايه رومانيه تحت حكم الايه؟ الدوله الرومانيه تحت حكم عمنا اوكتافيوس. ولما خدنا مصر يا صديقي، او اول ما خدنا مصر يا صديقي، اصبح البحر المتوسط كله بحيره رومانيه. ليه؟ لان ما كانش فاضل في مصر او على البحر المتوسط كده زي ما انت شايف. بص لي هنا كده، بص لي هنا كده يا صديقي، ده البحر المتوسط اهو. احنا كنا خدنا كل دول ما عدا ايه؟ ما عدا مصر. فاول ما ناخد مصر يا صديقي كده البحر المتوسط كله بقى محاط بدول رومانيه، كل ده روماني، كل ده روماني. فبيقول لك ان البحر المتوسط اصبح بحيره داخل اراضي الدوله الرومانيه. اتمنى يا صديقي تكون فاهم، واتمنى ما تكونش في حاجه مضايقاك او حاجه صعبه عليك. تمام؟ طيب تعالى نتكلم بقى صديقي عن مظاهر الحضاره في روما. اول مظهر حضاره على طول بنتكلم عنه وهي مظاهر الحضاره السياسيه. السياسه كانت ماشيه ازاي؟ طيب انت دلوقتي قلت لي ان كان في 3 انظمه حكم: النظام ملكي، ونظام جمهوري اللي هم توسعوا فيه كل التوسعات دي، ونظام امبراطوري مش هيتوسعوا فيه يا صديقي خلي بالك غير حتت صغيره كده زي ما انت شايف. بص معايا كده يا صديقي، الحته البامبه دي اهي والحته البامبه ده اهي، دي بس الحتت اللي هياخدوها في النظام الامبراطوري. ان هم مش هيعملوا توسعات تانية، هم بس هيقول لك ده فاضل في البحر المتوسط كده على ساحل البحر المتوسط حته صغيره ده اهي، ما تيجي ناخدوها في العصر الامبراطوري. عشان كده بيقول لك يا صديقي في العصر الامبراطوري هتحكم روما سيطرتها الكامله على البحر المتوسط. هي في العصر الجمهوري كانت واخده الحته دي كده 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 ما عدا الحته البامب دي يا صديقي. حلو، في العصر الامبراطوري هتقوم جايه واخده الحته البامب دي. فبص كده يا صديقي، بص معايا كده، بص لي كده يا باشا، هتبص هتلاقي ان كل الحتت دي كده، كل الحتت دي كده اصبحت تبع روما، كل ده بقى تبع روما. حلو الكلام يا صديقي، حلو الكلام. تعالى نرجع تاني لمرجوعنا الحياه السياسيه، تعالى نتكلموا عليهم. حلو، انا قلت لك دلوقتي ان احنا مرينا ب3 انظمه حكم: ملكي وجمهوري وامبراطوري. تعال نتكلم عليهم واحده واحده. تعالى يا باشا نبدا يا صديقي بالنظام الملكي. ايه النظام الملكي ده؟ والملك ده ايه دنيته؟ قال لك والله يا صديقي ان النظام الملكي دوت او الملك دوت في روما في النظام الملكي كان بيحكم بالوراثه. انا ملك مت هيمسك مكاني مين؟ هيمسك مكاني ابني، ده الملك اكبر حاجه في النظام الملكي. حلو. طب يا مستر بيحكم قد ايه؟ ده بيحكم مدى الحياه. بيحكم مدى الحياه. اللي سمعت فين قبل كده؟ سمعتها يا صديقي في سبارتا. مش سبارتا برضو الملكين اللي كانوا هناك كانوا بيحكموا مدى الحياه، ولكن الاختلاف هنا ان هنا الملك في النظام الملكي بيحكم بالوراثه، انما في سبارتا الملكين كانوا بينتخبوا من اغنى الاسر اللي موجوده في البلد. طيب الملك مات. قال لك والله بعد ما الملك بيموت بنقعد حوالي 5-6 ايام كده بنعين واحد كده رئيس على البلد كده لحد ما نعين مكانه ملك جديد بدل اللي مات دوت. ده الملك بالنسبه للنظام الملكي. وخلي بالك يا صديقي الملك في النظام الملكي كان معاه كل السلطات. بص كده معايا، دينيه وقضائيه وسياسيه وعسكريه، كان ماسك كل حاجه. طب ده هل ده معناه ان كان في فصل بين السلطات؟ لا يا صديقي، كده مفيش فصل بين السلطات. ليه؟ كلمه فصل بين السلطات ان كل واحد في البلد معاه سلطه خاصه بيه. يعني مثلا احنا عندنا دلوقتي في مصر رئيسنا مثلا في ايده السلطه السياسيه مثلا. طيب هل رئيسنا ده بيروح يحكم في المحكمه؟ لا. طب هل الرئيس بيحط قوانين؟ لا. هنا العكس بقى يا صديقي، هنا كان الملك او الحاكم بتاع البلد في النظام الملكي، حاكم روما في النظام الملكي، ملك روما في النظام الملكي، كان ماسك كل السلطات في ايده، كان بيعمل كل حاجه. فده معناه ان ما كانش فيه فصل في السلطات. طيب ايه الهيئه اللي بعد الملك على طول؟ قال لك هيئه اسمها مجلس الشيوخ. وركز لي يا صديقي في مجلس الشيوخ دي جامد لان هنحتاجها كمان شويه في العصر الجمهوري او في النظام الجمهوري. المهم
ان مجلس الشيوخ في النظام الملكي كان بيتكون من 300 عضو من الارستقراطيون. ارستقراطيون انت عارف ان هم الناس الاغنياء بس، وطبعا كون ان هو يتكون من 300 عضو من الارستقراطيون يا صديقي ان كده مفيش عدل يا باشا. الناس الاغنياء بس اللي بتخش في مجلس الشيوخ ليه؟ ما انا ممكن اخش انا كمان. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب مجلس الشيوخ في النظام الملكي كان دوره ايه؟ كان دوره استشاري للملك بس. ازاي؟ الملك مثلا في ايده السلطه القضائيه مثلا او السلطه التشريعيه مثلا. الملك حط قانون، يروح لمجلس الشيوخ اتفضلوا القانون ده بصوا لي عليه، فمجلس الشيوخ يقولوا له والله القانون ده وحش مش هينفع نوافق عليه. يقول لهم خلاص مش موافقين عليه يعني؟ يقولوا له اه. يقول لهم خلاص هاتوا القانون ده كده، يلا اتكلوا على الله طبق لي يا ابني القانون ده. دورهم استشاري بس، استشاري بياخد رايهم بس، انما اللي هو عايزه هو بيعمله. حلو الكلام، حلو الكلام. ده بالنسبه لمجلس الشيوخ. عندنا بعد كده جمعيه اسمها جمعيه الاحياء او الجمعيه الشعبيه، وبتسمى دلوقتي اللي هي مجلس النواب يعني. قال لك والله روما في الاول كانت متقسمه ل 30 حي، زي مصر كده متقسمه لكذا محافظه، اسكندريه، القاهره، مطروح كده يعني. فكانت روما متقسمه ل 30 حي، ولكن مع الوقت روما هتندمج كلها وتبقى متقسمه ل3 احياء فقط، على كل حي من دور رئيس. والرئيس بتاع الحي ده كان الملك بيجمعهم وبيجيبهم كده عشان يجوا يناقشوا ايه المشكلات اللي بتواجه الاحياء دي، والملك عايز يقول لهم ايه. فكان برضه دورهم استشاري، لان مثلا هم لو راحوا للملك والملك جمعهم كده مع بعض، هو اللي بيجمع جمعيه الاحياء دي، الملك بيجمع ال3 رؤساء دول، قال له والله الحي الفلاني فيه مشكله كذا، الملك بمزاجه يا يوافق يا ما يوافقش. طب والله العظيم انا عايزين نعمل في الحي، الملك بقى اللي بيقول عايزين نعمل في الحي ده الشيء الفلاني، طب رئيس الحي يرد عليه يقول له والله يا ملك الحاجه دي ممكن تضايق المواطنين اللي في الحي، هيعملها برضه. هم دورهم بس استشاري زيهم زي مجلس الشيوخ. طيب ده كله في النظام الملكي، ويفضل يا صديقي النظام ماشي كده لحد ما يجي في يوم من الايام احدى الملوك ويبداوا ان هم يظلموا الشعب، هيبداوا ان هم يجوا على الشعب. حلو الكلام، حلو الكلام. وايه تاني؟ ويتعدوا على عادات وتقاليد الرومان. يعني مثلا عندنا في مصر دلوقتي عادات وتقاليد. حلو الكلام، حلو الكلام. مثلا في شم النسيم بنطلع في شم النسيم بياكلوا فسيخ ويلونوا بيض والشغل التعبان ده كله، مع احترامي الناس اللي بتعمل كده يعني. فبيطلعوا جالك مثلا قرار رئاسي او قرار من الوزاره ان مفيش حد يطلع لي من شم النسيم ويعمل لي كل الكلام ده. انت كده يا باشا بتعمل ايه؟ انت كده بتتعدى على عادات وتقاليد المجتمع، صح؟ صح. قال لك الملك اللي هو اسمه ايه يا صديقي؟ اسمه تاركينيوس. تاركينيوس. انا مش عايزك تنطق اسمه، انا اقسم بالله قعدت امبارح 3 ساعات احاول انطق اسمه بس، فتكبر دماغك يعني. المهم ان ده اخر ملك او اخر حاكم في النظام الملكي ده اهو، اخر حكام النظام الملكي يا باشا. ليه بقى؟ لان الملك ده زي ما قلت لك هيبدا ما يحسش بمعاناه الشعب بتاعه ويتعدى على التقاليد والعادات الرومانيه، فيبدا بقى يستغل الموضوع ده. مين اكتر ناس مشاغبه في البلد، اكتر ناس ما بيعجبهاش حاجه؟ اللي هم مين؟ اللي هم الطبقه الارستقراطيه اللي هم مشاركين في مجلس الشيوخ او السنات يا صديقي، ويبداوا يعملوا ثوره على الملك ده ويسقطوا يا صديقي النظام الملكي ويعلنوا النظام الجمهوري. انا سمعت الحته دي في حته قبل كده، الارستقراطيين بيعملوا ثوره على النظام الملكي ويسقطوه ويظهر نظام جديد. انا سمعتها في حته قبل كده يا مستر. بالظبط يا صديقي، الكلام ده حصل برضو في اثينا يا باشا. مش ده اللي حصل في اثينا؟ مش الطبقه الارستقراطيه عملت ثوره على النظام الملكي وقعته وظهر حكم جديد اسمه الحكم الديمقراطي؟ يبقى الطبقه الارستقراطيه كده يا صديقي بتشارك في ايه؟ بتشارك في تغيير الانظمه السياسيه سواء في اثينا او في روما. طيب ظهر النظام الجمهوري. كلمني يا باشا عن النظام الجمهوري ده بقى. قال لك لا يا باشا والله النظام الجمهوري ده بقى عكس النظام الملكي خالص. في النظام الملكي الملك كان في ايده كل السلطات وكان بيحكم بالوراثه، لا في النظام الجمهوري الملك هيحكم بالانتخاب، هيتم انتخابه وفي ايده سلطه واحده بس، او في حاجه اسمها فصل في السلطات، الملك مش هيبقى معاه كل السلطات دي. طيب تعالى كلمني، هل كان في ملك واحد؟ لا والله ده كان في ملكين بنسميهم القنصلان في النظام الجمهوري. في النظام الايه؟ في النظام الجمهوري 2 من الحكام ينتخبان سنويا لمده عام واحد. وطبعا دي يا صديقي حاجه وحشه. ليه؟ انا دلوقتي انت خدت الكلام ده في ثالثه اعدادي قبل كده مثلا، من اسوأ او من الحاجات الوحشه في النظام السياسي للدوله العثمانيه ان الوالي بتاع الدوله العثمانيه كان بيحكم من سنه ل3 سنين. صح صح. فيقول لك ان الوالي كان جاي كده كده انا عارف ان انا هقعد سنه سنتين 3 وهمشي، فانا مش هعمل حاجه للبلد، انا هعمل لنفسي يا باشا. انا قاعد سنه سنتين 3 الحق الم لي خميره كده ولا لي خميره عشان وانا ماشي يبقى معايا حاجه اصرف منها. نفس الكلام كان بيحصل هنا. فكره ان الوالي او الحاكم او القنصلين يمسكوا سنه واحده دي مش حاجه حلوه. طيب قال لك كانوا بينتخبوا وبيمسكوا سنه واحده بس.
طيب بعدهم مين؟ بعدهم مجلس الشيوخ تاني. يعني كان في مجلس شيوخ في النظام الملكي ومجلس شيوخ في النظام الجمهوري، بس المره دي مجلس الشيوخ بتاع النظام الجمهوري هيختلف تماما. اولا الاثنين، مجلس الشيوخ في النظام الملكي ومجلس الشيوخ في النظام الجمهوري، ان الاثنين بيتكونوا من ايه؟ 300 عضو من الارستقراطيين. ولكن الاختلاف هنا بقى يا صديقي، دور مجلس الشيوخ في النظام الجمهوري هو هيكون ماسك كل حاجة في البلد، في ايده السلطة السياسية والتشريعية والاقتصادية والعسكرية. كده يا صديقي مفيش فصل في الايه؟ فصل في السلطات. ده كان عيبه الوحيد، ده كان عيبه ان ما كانش في فصل في السلطات، في ايدهم كل السلطات. ولكن هم عكس مجلس الشيوخ في النظام الملكي. في النظام الملكي دورهم كان استشاري بس، بياخدوا رايهم بس، انما هنا دورهم هيبقى تنفيذي. هم اللي في ايدهم كل حاجه، هم هنا جزء من السلطه التنفيذيه، بيحطوا كل حاجه، ليهم الراي في كل حاجه وبيعملوا كل حاجه ومتحكمين في كل حاجه في البلد. حلو الكلام، حلو الكلام. بعد كده يا صديقي، بعد مجلس الشيوخ في النظام الجمهوري عندنا حاجه اسمها جمعيه القبائل، تعد تطورا للجمعيه الشعبيه اللي هي جمعيه الاحياء اللي انت خدتها في النظام الملكي، اتطورت. طيب جمعيه القبائل دي يا صديقي كانت بتتجمع ازاي؟ الاول في جمعيه الاحياء كانت 3 رؤساء الملك اللي بيجمعوا. قال لك هنا لا، هنا اللي بيجمع جمعيه القبائل دي هم نقباء العامه. ايه ده؟ نقباء العامه انا ما خدتهاش يا مستر. مين نقباء العامه دي؟ نقباء العامه دي يا صديقي هي رابع هيئه معانا في النظام الجمهوري، هي اللي كانت بتجمع جمعيه الاحياء او جمعيه القبائل، وفي نفس الوقت كان لها دور تاني اللي هي بتقوم بدور العصفور. ايه دور العصفوره ده؟ الملك عايز مثلا يحط قرار جديد، عمل قانون جديد، فبتوع جمعيه الاحياء بياخدوه من الملك وبيروحوا يقولوا للشعب. طب الشعب عنده شكوى، الشعب عنده مشكله، الشعب عايز يعمل حاجه، ياخدوا الكلام ده من الشعب ويروحوا يودوه لمين؟ للحكومه او للملك. هي هنا دورها ايه؟ هي هنا جزء من السلطه يا باشا التنفيذيه. جزء من السلطه ايه يا باشا؟ جزء من السلطه التنفيذيه. ولكن يا صديقي زي ما احنا اتكلمنا في روما او في اثينا، لو انت فاكر ان كان فيها ديمقراطيه، ولكن الديمقراطيه ما كانتش كامله، كان لها عيوب وكان لها مميزات. نفس الكلام في روما بالظبط يا صديقي. الديمقراطيه برضو مش هتكون كامله في روما، هيبقى لها عيوب ولها مميزات، بس احنا هنتكلم عن عيوبها. عيوب الديمقراطيه في روما يا صديقي ان الحكام زي ما انا قلت لك مثلا في النظام الجمهوري، سواء ملك اي حد كان بيتم انتخابه من الشعب. فالشعب لما كان يجي ينتخب حد ما كانش بينتخب الناس اللي زيه كده، ما كانش مثلا يروح ينتخب واحد مننا، واحد احنا عارفينه بتاع، لا، كان يروح ينتخب الاغنياء بس. ليه؟ يقول لك اللي زينا وزيه دوت ممكن يكون حرامي، ممكن يكون جعان، فلما يطلع ايه يهتم بنفسه بس والعز اللي هو يبقى فيه بس ويكرف لنا. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين واحد يهتم بينا. لكن احنا هنعين واحد من الاغنياء كده كده الراجل ده جعان هيمسك وهو اللي يهتم بينا. وده عكس اللي حصل. هم لما راحوا عينوا او انتخبوا الطبقه الغنيه اللي في المجتمع، الناس الاغنياء دي هم اللي كلوهم، هم اللي ما اهتموش بيهم. عشان كده بقول لك الديمقراطيه في روما كانت سلبيه بسبب الشعب مش بسبب الحكام. الشعب هو اللي عمل في نفسه كده. الشعب في روما هو اللي ما عندوش ثقه في نفسه، ما عندوش ثقه في بعضه. طيب عندنا يا صديقي كده نظام اسمه النظام الديكتاتوري. الكلام انت كان المفروض الديكتاتور ده انت عارفه هو واحد ماسك البلد في ايده كل السلطات، في ايده كل حاجه. النظام ده عرفته روما. على فكره الديكتاتور دوت كان اكتر واحد الشعب بيخاف منه، كان عيل كافر، كان راجل كافر اللي يفكر بس يعصيه كان بيموت. ده الديكتاتور يا صديقي. طيب بيفضل الامور ماشيه تمام لحد ما زي ما قلت لك تحصل عندنا معركه اكتيوم البحريه بين 2 قاده عسكريين وهم ماركوس انطونيوس واوكتافيوس. طبعا انت عارف يا صديقي من الدرس اللي فات ان اوكتافيوس اللي هيكسب في معركه اكتيوم البحريه دي هيكسب ويستولى هو على مصر، وبعدها مجلس الشيوخ هيديله لقب اغسطس، وكلمه اغسطس معناها امبراطور. واول ما ياخد لقب الامبراطور هيبدا عندنا يكون الامبراطوريه الرومانيه. يعني مصر اتخذت في العصر الجمهوري عادي، اوكتافيوس مسكها او كانت تبع اوكتافيوس عادي. بعد 3 سنين لما اوكتافيوس خد مصر، حلو الكلام، مجلس الشيوخ هيديله لقب اغسطس. ده معنى كلمه اغسطس يعني امبراطور، فيقوم عندنا النظام الامبراطوري، تبدا روما تتحول لامبراطوريه. طيب اول ما اوكتافيوس بقى ياخد النظام الامبراطوري دوت او يعلن النظام الامبراطوري، هيقول لك انا عايز اعمل شويه حاجات في روما احفظ فيها الامن، احفظ فيها الامن القومي الروما، عشان ما يحصلش ثورات كده وحاجات بتحصل فالامبراطوريه تقع.
قال لك انت عايز تعمل ايه؟ قال لك اول حاجه يا باشا انا هعملها هنهي الانقسامات بين القاده العسكريين الرومان والتفاهم حوله. كده كده اصلا انا وماركوس انطونيوس اللي انا كسبته دوت احنا الاثنين كنا قاده عسكريين، واحنا الاثنين قطعنا في بعض، فانا مش عايز كده، انا مسكت مش عايز قاده عسكريين تانيين يجي يحاربوني، لا انا اجيب القاده العسكريين يا جماعه انتوا ايه اللي مضايقكم، وابدا احل لهم مشاكلهم ونبدا نتفاهموا مع ايه؟ مع بعضينا. ده غير يا صديقي ان هو هيعيد الامن في ربوع الامبراطوريه الرومانيه، كلمه ربوع دي يعني انحاء الامبراطوريه الرومانيه. ده غير كمان يا صديقي ان هو هيحافظ على ايه؟ املاك الامبراطوريه الرومانيه في الشمال والشرق. ايه ده يا مستر؟ املاك الامبراطوريه الرومانيه ايه؟ هو ما خدش حاجه، اللي عمل املاك واللي عمل توسعات كان النظام الجمهوري. انت قصدك يعني ان اوكتافيوس ده هيحافظ على مكتسبات النظام الجمهوري؟ بالظبط يا صديقي، هو هنا هيحافظ على او هيستغل مكتسبات النظام الجمهوري. حلو الكلام، حلو الكلام. وطبعا هيحقق العداله الاجتماعيه بين المواطنين، لان لما احقق لهم العداله واشبعهم مش هيعملوا عليا ثورات، فيبقى عندي استقرار سياسي، فابدا افكر بقى في اللي انا عايز اعمله. البلد من جوه تمام، ابدا افكر بقى في البلد من ايه؟ البلد من بره. طيب الامبراطوريه الرومانيه يا صديقي اتقسمت عندي الجزئين، الكبيره دي كلها اتقسمت عندي الجزئين، جزء في الغرب مركزه كان روما وده اللي هيسقط على يد البربر، وجزء تاني في الشرق مركزه كان القسطنطينية وده اللي هيسقط على يد محمد الفاتح احد قادة الدولة العثمانية. يعني من الاخر هيسقط على ايد الايه؟ هيسقط على ايد المسلمين. طيب بعد كده يا صديقي هنخشه في الحياة الاقتصادية. قال لك والله يا صديقي روما دي كان فيها اراضي زراعية واسعة جدا واراضي زراعية كبيرة جدا. حلو، فده ساعدها على ان الزراعه تكون هي اهم مورد اقتصادي عندها. اوبا، الزراعه اهم مورد اقتصادي عند روما؟ زي مين يا باشا؟ زي مصر، وزي مين؟ زي العراق. ركز يا صديقي، ركز ركز يا باشا. حلو، اهم مورد اقتصادي عند روما كان الزراعه. طيب كلمني بقى عن الزراعه وتقسيم الارض الزراعيه. قال لك والله في روما كان في حاجه اسمها الملكيه الفرديه. الملكيه الفرديه للاراضي الزراعيه ان ممكن عادي يكون بني ادم او شخص عادي يكون بيتملك ارض. سمعتها فين الملكيه الفرديه دي؟ كانت موجوده برضو في العراق، وكانت موجوده عندك برضو اليونان يا صديقي. صح صح، لكن ما كانتش موجوده في مصر. بس زي ما كان في ملكيه فرديه كان في شويه ظلم. ازاي؟ ان الطبقه الارستقراطيه الناس اللي معاهم فلوس كان بياخدوا اقطاعات كبيره جدا من الاراضي. تلاقي واحد بس ومعاه فدادين كتير جدا، والباقي الاراضي الصغيره الباقيه دي كان بياخدها البشر. دي بقى الملكيه الفرديه، البواقي اللي بتتبقى من الناس الاغنياء، بس كانت موجوده ملكيه فكريه. طيب اهم المحاصيل الزراعيه القمح. وعلى فكره يا صديقي القمح ده اكتر حاجه هيستغلوه الرومان من مصر لما يخشوا مصر. لك ان تتخيل يا صديقي ان هم كانوا بيستوردوا او مش بيستوردوا بقى، ده هم محتلين، كانوا بيبعتوا من مصر على روما حوالي 135 قمح سنويا لدرجه ان هي كانت بتتسمى بشحنه القمح السعيده. يعني 135 الف طن سنويا دي من القمح، ده حاجه كبيره جدا، رقم كبير جدا. بس الحمد لله يعني فادونا وعملوا لنا البيتزا لولا ما كناش هنعرفها. طيب نكمل يا صديقي. بعد كده كان عندهم تربيه حيوان، طبعا الكلام ده مش محتاج نتكلم فيه. وكان عندهم صناعه يا صديقي، انواع صناعات كتيره جدا زي التعدينيه والحجريه والفخاريه وصناعات اخرى، ولكن اهم واحده فيهم هي الصناعات التعدينيه، خاصه صناعه الاسلحه. اسالك سؤال، اقول لك يا باشا الصناعات التعدينيه خاصه صناعه الاسلحه دي تطورت في انهي عصر من عصور روما؟ العصر الملكي ولا الجمهوري ولا الامبراطوري؟ طبعا جدع يالا هتقول لي العصر الجمهوري. ليه؟ العصر الجمهوري يا صديقي تطورت الصناعات دي، تطورت في العصر الايه؟ الجمهوري. انا عايزك ورقتك وقلمك ومذاكرتك معاك وبتكتب ورايا. حلو حلو. اشمعنى يا مستر في العصر الجمهوري؟ يا ابني ما ده اكتر عصر روما هتحارب فيه، ده اكتر عصر روما عايزه اسلحه فيه، فعشان كده الصناعات التعدينيه خاصه صناعه الاسلحه هتزدهر فيه. حلو حلو. طبعا صناعات اخرى زي الصبغه دي، الصبغه دي برضو كان بيعملها عندك مين؟ كان بتعملها عندك فينيقيا يا صديقي. لو انت فاكر برضو فينيقيا اتشهرت بصناعه الصبغه الارجوانيه اللي هي الحمراء. طيب بعد كده يا صديقي عندنا التجاره. قال لك هنتكلم عن التجاره في العصور اللي كانت موجوده في روما. قال لك التجاره والله في اول عصر في روما اللي هو العصر الملكي كانت تجاره عاديه جدا، كانت تجاره بين البلدان الرومانيه والاشخاص الرومانيه، انت تبيع لي وانا ابيع لك وعادي. حلو. ولكن التجاره في العصر الامبراطوري هتبلغ قمه ازدهارها. ثانيه واحده، انت قلت لي التجاره
في العصر الملكي ونطيت مره واحده على التجاره في العصر الامبراطوري. طب يا باشا في عصر في النص، العصر الجمهوري ده، التجاره دي في هي كانت عامله ازاي؟ قال لك يا باشا ما كانش فيه تجاره اصلا. يا باشا انت بتحارب 24 ساعه، بتقتل في ناس وطالع حروب، هتتاجر مع مين؟ هتتاجر ازاي؟ هل انت فاكر التجاره؟ ما انتش فاضي للتجاره، انت فاضي للحروب بس يا صديقي. حلو حلو. المهم ان التجاره في العصر الامبراطوري في عهد الملك اوكتافيوس او عهد الامبراطور اوكتافيوس هتزدهر بسبب عده عوامل. اولهم يا صديقي هيمنه الاداره المركزيه في روما على الامبراطوريه في الداخل وفي الخارج. الاداره المركزيه دي اللي هي الحكام اللي من ضمنهم اوكتافيوس هتمسك بقى ايه او هتدير شؤون الدوله وعارفه كل حاجه بتحصل في روما وبره روما. طيب ايه تاني؟ تامين الملاحه البحريه بفضل قوه الاسطول الروماني. يعني ايه علاقه تامين الملاحه بان التجاره تزدهر؟ قبل كده يا صديقي او قبل ما يامنوا حته الملاحه دي كان في قراصنه، فالتجار اللي كانت بتطلع في البحر تبقى خايفه ليه؟ عارفه ان فيها ممكن تتسرق في اي وقت، ممكن تتقتل في اي وقت. فعمنا اوكتافيوس هيجي يامن لك الملاحه، اي سفن تجاريه طالعه وراها سفن حربيه بتامنها، فكده التجار او ده هيساعد على نشاط حركه التجاره، الناس هتتاجر مع بعضها ومش هتخاف. طيب ايه تاني؟ هيفتح اسواق جديده في افريقيا وفي اسبانيا. اسبانيا دي يا صديقي ممكن يجيبها لك يقول لك جنوب غرب اوروبا، او يقول لك غرب اوروبا بس ايا يكن، دي اسبانيا. حلو. واهم حاجه يا صديقي بقى يعملوها عشان النشاط التجاري عندهم يزدهر، وهم هيعيدوا القرطاجه او هيسمحوا للقرطاجه بممارسه نشاطها التجاري من تاني. طبعا بعد ما خدوا قرطاجه هم اتحكموا فيها، ما كانش حد فيهم بيعرف يعمل حاجه. فاوكتافيوس هيروح لملوك قرطاجه ويقول لهم يا جماعه تاجروا زي ما كنتوا بتتاجروا في الاول. ليه؟ لان انت زي ما انت عارف يا صديقي في اول الدرس قلت لك ان قرطاجه دي كان عندها 2 من الموانئ، مينا على البحر ومينا تاني وراه، فكان فيها سفن كتيره جدا وكانت مشتهره اصلا قرطاجه دي بحركه التجاره بتاعتها. فدي اكتر دوله لما تشتغل هتساعد الامبراطوريه الرومانيه على نشاط حركه التجاره. مستر هم لما رجعوا القرطاجه نشاطها التجاري تاني هم كده بيعملوا حاجه اسمها استفاده من خبرات الفينيقيين، مش هم اللي بانيين قرطاج، هم واخدينها على الجاهز، انما مين اللي بناها؟ الفينيقيين. فانا كده لما قرطاج اشغلها واخليها تبيع لي وتشتري لي تاني وتتاجر لي تاني، انا كده بستفيد من خبرات الناس اللي عملتها اللي هم مين؟ اللي هم الفينيقيين. كده يا باشا انا بعمل ايه؟ استفاده من خبرات الفينيقيين. جميل الكلام، جميل الكلام، حلو الكلام، حلو الكلام. طيب بيقول لك كده يا صديقي بقى البحر المتوسط اول ما خدنا قرطاجه والحتت اللي جنبها اصبح بحيره رومانيه. روما كانها كانت بتتاجر مع نفسها، ما احنا دلوقتي كنا بلد لوحدنا. حلو. فتعالى كده ارجع معايا يا صديقي، بص كده دي كانت روما، دي كانت ايه؟ دي كانت روما. الحته دي كده كانت روما. حلو. الجزئيه الصغيره دي هي اللي كانت روما. جميل جميل. فكانت بتتاجر مع دي عادي وممكن تتاجر مع دي، ده كل التجاره دي في العصر الملكي. انما في العصر الامبراطوري كل ده هيكون روما، كل ده هيكون تبع روما. حلو الكلام. فكده روما لما تيجي مثلا تتاجر مع مصر هي كده بتتاجر التجاره ايه؟ كده بتتاجر تجاره داخليه. ليه؟ لان مصر بقت تبع روما ودي تبع روما سوريا وقرطاجه تبع روما، والبحر المتوسط اللي في النص دوت مش هيبقى بحر، ده هيبقى بحيره رومانيه واقع داخل الاراضي الرومانيه. حلو الكلام. بيقول لك التجاره في العصر الامبراطوري هتكون تجاره داخليه عن طريق البحر المتوسط، ما احنا خلاص احنا مستحوذين يا صديقي على كل الحاجات دي. جميل الكلام، جميل الكلام. بعد كده يا صديقي عندنا في روما نتكلم عن الحياه الاجتماعيه. الحياه ايه يا باشا؟ الحياه الاجتماعيه. قال لك والله العظيم الهرم الاجتماعي في روما انقسم لعده طبقات. حلو حلو. اولهم والطبقه العليا اللي فيهم او الطبقه الاولى كان اسمهم الاشراف. طبقه الاشراف دي هم اغنى ناس في البلد ومعاهم فلوس ومعاهم كل الحقوق الملكيه والفرديه والاداريه ومعاهم كل الحقوق يا باشا، بتوفر لهم كل حاجه. حلو الكلام. على فكره ده اللي هيضايق الطبقه الثانيه والطبقه الثالثه. طب تعالى نعرف ليه. الطبقه الثانيه عندك يا صديقي هم التجار والحرفيون، الناس اللي بتتاجر. قال لك والله العظيم الناس اللي بتتاجر دي شكلوا جزء كبير من المجتمع الروماني، ولكن عاشوا حياه اقتصاديه صعبه يا صديقي. ليه؟ لان انت دلوقتي يا باشا دوله 24 ساعه داخله في حروب، 24 ساعه بتحاربي، انا هتاجر ازاي؟ ايه ده؟ انت قصدك ان التجار ما كانوش بيتاجروا عشان خاطر كثره الحروب؟ ده انت ممكن يكون قصدك كده ان الكلام ده حصل في العصر الايه؟ جدع يالا، العصر الجمهوري. ليه؟ ان ده اكتر عصر يا صديقي او اكتر وقت روما كانت بتحارب فيه، فممكن نقول على العصر الجمهوري دوت اكتر وقت التجار ما كانوش عارفين يمارسوا انشطتهم الاقتصاديه فيه.
بسبب كثره الايه؟ كثره الحروب. ومش التجار بس، ده الطبقه الثالثه كمان عندك في روما اللي هي العامه، الطبقه العامه والمزارعون كمان يا صديقي هيبداوا ان هم بقى ايه؟ هم كمان مش عارفين يمارسوا نشاطاتهم التجاريه. حلو. ده غير ان هم كمان ما لهمش، او نشاطهم الاقتصاديه انا اسف، ده غير كمان ان هم ما لهمش الحقوق بتاعه الاشراف، الانتخابات بقى وكل الحاجات دي، ما لهمش حقوق بقى سياسيه وفكر، ما لهمش كل الحقوق دي. الحقوق دي بس مع الاشراف بس. فيبدا الطبقه الثالثه اللي هي العامه والمزارعون مع الطبقه الثانيه اللي هم التجار والحرفيون يخشوا في صراع ضد الايه؟ الطبقه الاولى اللي هم الاشراف. هيبداوا يتصارعوا مع بعض، ولكن هيبقى صراع سلمي، هيتخانقوا مع بعض بس صراع سلمي مش بالايد يا صديقي، بالبق. يروحوا لهم كده للاشراف يقولوا لهم انت وحش يا ولا يا ولا. المهم رابع طبقه معانا في المجتمع الروماني وهم العبيد. العبيد دول يا صديقي طبعا انت عارف ان روما كانت بتحارب كتير، في اي بلد كانت بتروح تحاربها وكانت بتكسبها كانت بتاخد منها شويه عبيد كده تقول لهم تعالوا هتلاقيهم يشتغلوا عندنا. دول بنسميهم اسرى الحروب. فاسرى الحروب عندنا في روما كانوا مالين الطبقه الدنيا. زي مين يلا؟ مين برضو اللي كان عندهم اسرى حروب في الطبقه الدنيا؟ العراق. جدع جدع يا صديقي. كده احنا ممكن نقول ان السياسه الخارجيه لروما زعلت ناس وفادت ناس تانية. هتفيد الفرسان طبعا وهتفيد الاشراف طبعا، الناس دي اللي بتحارب، الناس دي اللي بتاخد مكافآت، وهتزعل الناس المزارعين وزي التجار لان الناس دي مش هتعرف ان هي تمارس الانشطه بتاعتها. وكمان هتزعل اسرى الحروب اللي هم هيجوا عندنا بسبب الحروب دي، او هيجوا عند روما قصدي بسبب الحروب دي، ويبقوا في طبقه الدنيا ويتعاملوا يا صديقي اوحش معامله. تعالى يا صديقي بعد كده نتكلم عن الحياه الدينيه. الحياه الدينيه في روما يا صديقي بيقول لك تعددت المعبودات. تعددت المعبودات في روما، وتعددت في مصر، وتعددت في العراق، وتعددت في اليونان، وتعددت في فينيقيا. هو ليه يا صديقي اصلا كل درس لازم يقول لك تعددت المعبودات دي؟ خلاص ما انا عارف، عشان بس يعرفك ان مفيش ولا واحده من دول كان عندها سمو التوحيد الا مصر. مصر بس يا صديقي اللي خدت خطوه السمو للتوحيد دي، وانها تعبد اله واحد. فقعد يخناتون طبعا لما وحد لعباده الاله اتون. المهم كان عندهم معبودات كتيره جدا، زي معبود اسمه معبود جوبيتر. ده كان كبير المعبودات عندهم، زي مثلا زيوس كان كبير المعبودات في اليونان. جوبيتر ده كان بيمثل السماء الصافيه. حلو. فكونهم يا صديقي يعملوا معبود للسماء ده دليل على تقدمهم في علم الفلك. يا مستر ايه علاقه ان انا اعمل معبود للسماء بان انا متقدم في علم الفلك؟ يا غبي افهم، ما انت دلوقتي متقدم في علم الفلك وعارف السماء دي فيها ايه بكل ما تحتويه من نجوم وكواكب و فقعدت تقول ياه ده اكيد في حد متحكم في السماء دي. لدرجه علمك بعلم السماء او لدرجه معرفتك بالسماء، حلو الكلام، عملت لها معبود مخصص ليها اسمه المعبود جوبيتر. طب معرفتي بالسماء دي بسميها ايه او بسبب علم الايه؟ بسبب علم الفلك. حلو الكلام يا صديقي، حلو الكلام. يبقى كده احنا هنربط ده بعلم الفلك او تطورهم في علم الايه؟ بعلم الفلك. وكان عندهم حاجه تانية يا صديقي اسمها عباده الاباطره. عباده الاباطره دي اصلا وخلي بالك من الجزئيه دي بقى كويس قوي عشان هنحتاجها. اي حاجه يا صديقي بياخدوها من مصر الرومان او اي حاجه اتعلموها من مصر الرومان فهم اتعلموها عن طريق اليونان. مش فاهم؟ تعالى معايا ركز معايا. طيب لو جبت لك مثلا كده يا صاحبي ان قلت لك مثلا ان ده هي روما. حلو. وتحتها اليونان، وتحتها ايه يا باشا؟ وتحتها مصر. يبقى دي روما، ده هي روما اهي، روما، يونان، مصر. حلو الكلام، حلو الكلام. قال لك طبعا ده رسمتهم على الخريطه، هي اليونان تحت روما وتحت اليونان مصر، دي رسمتها على الخريطه بس خليك تفهمها بالجزئيه دي. حلو. قال لك ان اي حاجه كانت بتاخدها اليونان او روما من مصر كانت بتتنقل لها عن طريق اليونان. من الاخر كده اليونانيين ده هم اللي كانوا بيتعلموه من مصر كانوا بيروحوا يقولوا لدول الغرب اللي من ضمنهم مين؟ اللي من ضمنهم روما. حلو. فاي حاجه روما اتعلمتها من مصر فهي اتنقلت لها عن طريق مين؟ اليونان. عشان كده ممكن يقول لك ان اليونان دي كانت الوسيط الحضاري بين مصر وبين روما، او كانت المعبر الحضاري اللي بتعبر عليه الحضاره المصريه بتروح لفين؟ بتروح لروما. حلو. من ضمن الحاجات دي يا صديقي عباده الاباطره. عباده الاباطره دي اللي هي طبعا كلمه اباطره جمع كلمه امبراطور. حلو. عباده الامبراطور اللي انا اعبد الملك بتاعي اللي هو الامبراطور بتاعي ديت اصلا انا واخداها من اليونان. وكده كده انت عارف ان اليونان واخدين الفكره دي ان الملك يتحكم من مصر. مش احنا يا صديقي في مصر كنا بنعبد الملك؟ خدت الكلام ده في الترم الاول. جم اليونان قالوا لك احنا هنقلد مصر في الحياه السياسيه، ان الملك هيتم عبده من الشعب
في الحضاره البطلميه او في الحضاره الهلينستيه. حلو. جم بعد كده الرومان شافوا ان الملك البطلمي دوت بيتحكم او بيتعبد من الشعب، فقال لك لا انا كمان عايز اتعبد من الشعب، انا كمان انا كامبراطور روماني عايز الشعب يعبدني. فدي اسمها الحضاره او عباده قصدي الاباطره. جميل الكلام، جميل الكلام. بس خلي بالك عباده الاباطره دي هتقف مع انتشار او ظهور عباده او الديانه المسيحيه، وهنتكلم عليها في الدرس الثاني يا صديقي. طيب التواصل الديني بين مصر والرومان، هم خدوا مننا ايه في حته الدين دي؟ قال لك والله العظيم يا صديقي خدوا مننا عده حاجات، زي او اتعملوا لنا شويه حاجات في مصر زي الاباطره اللي جم مصر مثلا خاصه في اسكندريه، عملوا شويه معبودات بتدل على تسامحهم الديني. ازاي؟ يعني مثلا عندك امبراطور اسمه امبراطور هرديان، امبراطور روماني جه مصر وراح عامل معبود مصري واغريقي في نفس الوقت اللي هو الحضاره الهيلينستيه. طب ليه؟ انا دلوقتي جاي مصر وعارف ان مصر ما فيهاش مصريين بس، ده فيها مصريين وفيها اغريق، والاثنين دول يا صديقي بيهتموا بالدين بتاعهم او بيحبوا الدين بتاعهم، فلما اجي اعمل لهم معبود كده يعبدوا الاثنين فيقولوا اه ده الراجل ده بيهتم بالدين بتاعنا فاحنا هنحبه. فعمل يا صديقي المعبود زرابيس دوت او الاله زرابيس دوت عشان يظهر ايه؟ السماحه الدينيه بتاعته. حلو حلو. ده غير طبعا ان الالهه ايزيس بتاعتنا، انت هتاخد الكلام ده في الترم الاول، ايزيس دي معبوده عالميه راحت لبلاد روما وراحت لليونان وراحت لفنيقيا. ده غير كمان ان هم خدوا مننا عباده الاله اوزوريس. حلو. ومش كده وبس، طبعا عباده الاباطره اصلا هم واخدينها مننا عن طريق يا باشا اليونان. احنا في مصر القديمه زي ما قلت لك عندنا في مصر كنا بنعبد الفراعنه. مين اللي خد الفكره دي مننا؟ اليونان خدوا الفكره دي مننا. طيب مين اللي خدها من اليونان اصلا؟ رومان. معايا يا صديقي؟ فاليونان زي ما قلت لك هي معبر انتقال الحضاره، معبر انتقال اي فكره مصريه للرومان. جميل جميل. طيب تعال نكمل. بعد كده يا صديقي عندنا الحياه الثقافيه والفكريه. حلو حلو. ايه موضوع الحياه الثقافيه والفكريه دوت بقى يا صديقي؟ قال لك بص معايا، قال لك والله يا صديقي ان الرومان تقدموا او ما تقدموش قوي، هم تقدموا في حته العلوم والحياه الثقافيه عامه والفكريه، ولكن مش بشكل كبير. ومن ضمن الحاجات اللي هم اهتموا بيها وتفوقوا فيها وازدهرت في عصر الامبراطوري وهي الشعر. قال لك ان الشعر دوت في العصر الامبراطوري خاصه عصر الامبراطور اوكتافيوس ازدهر بشكل كبير جدا. وكان عندنا شاعر اسمه فيرجيل، الشاعر ده كتب عن تأسيس روما. جدع يالا تعالى بقى ركز معايا كده. هو الشاعر ده لما يكتب عن تأسيس روما يبقى هو كتب عنها في العصر الايه؟ كلمة تأسيس روما يعني بداية روما. هي روما بدأت معاه في العصر الايه؟ العصر الملكي. الملكي يا صديقي. جدع هو كده كتب عن روما في العصر الايه؟ في العصر الملكي. طيب علم التاريخ، فاكر يا صديقي استرابون المؤرخ اليوناني اللي انت خدته المرة اللي فاتت معايا؟ قال لك ان استرابون دوت اصلا مش اصل يوناني، ده هو مولود في روما، مولود في بلاد الرومان، مولود في قلب روما، ولكن الراجل ده لما جه يكتب التاريخ كتبه باللغه اليونانيه، فعشان كده اليونانيين نسبوا استرابون ده ليهم. قال لك استرابون ده راجل يوناني مش روماني بعد اذنك، هو كاتب التاريخ باللغه بتاعتنا، يبقى الراجل ده ايه من عندنا هننسبه لينا، ولكن هو اصلا انت يا صديقي عارف ان استرابون اصله روماني. طيب اشهر المؤرخين عندنا واحد اسمه اينوس، ولقبوا بقى بالتاريخ وكتب حوليات لملوك روما وحكامها. كلمه حوليات دي يا صديقي انك بتكتب مثلا سنه معينه وبتكتب جنبها حدث، تاريخ معين وجنبه حدث، تاريخ معين وجنبه حدث كده، تاريخ جنبه حدث، تاريخ جنبه حدث، تاريخ جنبه حدث. معايا؟ دي بنسميها حوليات. واحد اسمه كاتو الرقيب او كاتو الاكبر، وده اول مؤرخ روماني كتب بالنثر اللاتيني. كلمه نثر اللاتيني دي يعني باللغه العاميه، كتب التاريخ باللغه العاميه كانك بتكلم واحد صاحبك على الواتساب كده. حلو حلو. ده غير كمان يا صديقي ان هو عامل كتاب اسمه الاصول وبيتحدث فيه عن تاسيس مدينه روما. تاني برضه تاسيس مدينه روما ده هو كده بيقلد عمنا مين؟ بيقلد فيرجيل يا صديقي كده. كاتو الرقيب وفيرجيل الاثنين اتكلموا عن تاسيس روما او روما في العصر الايه؟ او روما في العصر الملكي. الله ينور عليك يالا. تعالى بقى نكمل. اخر حاجه يا صديقي عندنا الحياه الفنيه، وكلمه بقولها لك على طول، الفن بتاعك مش هيبان غير على المماري بتاعتك. ما كانش عندهم ورق بقى ولا سوشيال ميديا ولا الكلام ده، فيوم ما كانوا يحبوا يعملوا فن او يظهروا الفن بتاعهم كانوا بيروحوا يرسموا. وقال لك يا صديقي ان من اكتر الدول العالم واحلى دول العالم في مجال الفنون كانت روما او كان الرومان. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب قال لك يا صديقي ان العماره اليونانيه او الفن الروماني تمزج او امتزج بالفن الاغريقي والفن المصري، ثلاث فنون من بعض كده يا صديقي، الفن بتاع والفن ده والفن ده، فطلعوا لك فن لا يعلى عليه. واكتر مدن الرومان ازدهارا في مجال الفنون هي كانت روما.
روما دي كده بتشبه لك مين في مصر؟ مين اكتر مدينه كان فيها فنانين في مصر؟ يالا مدينه طيبه. يالا كده روما بتشبه طيبه، ان الاتنين كان فيهم تقدم في مجال الفنون وايه ومجال العماره. طيب تعالى بقى نتكلم على المنشآت المعماريه. تعالى نتكلم عن المنشآت يا صديقي المعماريه. قال لك عندك اتنين والله، اشهر اتنين او اشهر منشآت معماريه عند الرومان هم اتنين. اول مبنى اسمه مبنى الكولسيوم، وتاني مبنى اسمه ايه؟ البنسيون الروماني. البنسيون الروماني ده صديقي تخشه كده تحس ان هو معمول من مظاهر الحضاره اليونانيه او الاغريقيه، شكل العواميد، شكل الكتابه، شكل البناء. حلو، فده دليل على التواصل الحضاري. التواصل الحضاري طبعا التواصل الحضاري يا صديقي بين مين؟ بين الرومان وبين اليونان. طيب تعال بعد كده نتكلم على فن اسمه فن النحت. فاكر يا صديقي فن النحت في العراق؟ هل فن النحت في العراق كان بيتميز بالواقعيه الشديده؟ طبعا لا. فن النحت في العراق ما كانش واقعي، ده بيقول لك في سنان مجنحه، طرو مجنح. هل ده فيه واقعيه؟ قال لك لا. قال لك هنا بقى الفن او النحت في روما كان بيمتاز بالواقعيه الشديده، عكس مين؟ عكس العراق. العراق يا باشا ما كانش في حته الواقعيه دي خالص يعني. حلو، زي تمثال قيصر او تمثال راس قيصر. راس قيصر دي اللي هي راس يوليوس قيصر كمان يا صديقي، وتمثال بومبي. حلو حلو، لدرجه يا صديقي كمان في او اكبر دليل على تقدمهم في فن النحت دوت والدقه بتاعتهم، انك تخش كده المتحف الروماني اليوناني في الاسكندريه، تبص على التماثيل الرومانيه هناك، تلاقي التماثيل معموله بدقه فظيعه. شوف معموله من كام سنه، تبص كده تلاقي العروق موجوده في الايد. يا اخي ده انت تيجي تمسك الايد بتاع التمثال تحسها جلد، ما تحسهاش حجر، من دقه النحت عندهم. الناس كانت دقيقه جدا في مجال النحت. عشان كده بيقول لك اكتر حاجه من مظاهر العماره قدمتها روما للعالم، او مظاهر الحضاره قدمتها روما للعالم، هي الفنون بتاعتها سواء النحت او غيره. حلو الكلام، حلو الكلام. طبعا كمان الرومان يا صديقي نقشوا او النقوش البارزه على الجدران والاعمده. حلو، بيروحوا عند الجدران والاعمده والمباني وبيبداوا ان هم ينقشوا عليها، يعني يرسموا عليها. حلو الكلام، حلو الكلام. زي حاجه كانوا بيسموها اسمها اقواس النصر، ودي يا صديقي متعلقه ان مثلا لو ملك دخل او امبراطور دخل معركه وكسبها، كانوا بيروحوا عند مبنى او اي معبد او اي مؤسسه مثلا هناك ويرسموا قوس نصر للملك ده، بيحكوا فيه الملك ده كسب ايه والملك ده عمل ايه ومش عارف ايه. كان كل ملك لازم يكون له قوس نصر. طيب قوس نصر وبيخلد الانتصارات، ده زي مين؟ ده زي يا باشا العراق. مش العراق برضه يا صديقي كانت بتروح على المسلات والمعابد والجدران وتكتب رحلات الصيد والانتصارات بتاعتها؟ قال لك برضه في روما كانوا بيروحوا عند المسلات والمعابد والمباني ويعملوا حاجه اسمها اقواس النصر، بيكتبوا فيها الانتصارات العسكريه بتاعتهم. حلو حلو. طيب بعد كده يا صديقي عندنا التصوير والرسم. حلو، حته التصوير والرسم دي عامه او الرسم عامه هم اتعلموه من الاغريق، خدوه من الاغريق وطوروه عندهم في ايه؟ طوروه عندهم في روما. فكانوا بيرسموا على اي حاجه، الحوائط والجدران والسقف والارضيات. كانوا يا صديقي بيرسموا على الارضيات كده بماده اسمها الفسيفساء، بيرسموا بيها اشكال خياليه او اشكال حقيقيه. والفسيفساء دي يا صديقي كانت ماده نادره جدا وغاليه جدا، فمش اي حد تلاقي الارضيه بتاعته مرسوم عليها بالفسيفساء دي. ليه؟ ان الفسيفساء دي بتترسم بيها في المنازل الطبقه العليا بس. ليه؟ لان هي ماده غاليه جدا ونادره جدا، زي ورق البردي مثلا عندنا في مصر. حلو حلو. اخر حاجه يا صديقي وهي التواصل الفني بين مصر وبلاد الرومان. هم خدوا مننا ايه في المجال الفني واحنا خدنا منهم ايه في المجال الفني؟ قال لك والله العظيم الاباطره الرومان لما جم عندنا في مصر خاصة في الاسكندرية ما عملوش المعبودات بس زي سرابيس، ده عملوا شوية حاجات تانية يخدموا بها المصريين زي المسارح والبوابات والمعابد. حلو حلو. ده غير بقى ان هم اتأثروا فينا في مجال النحت، لدرجة ان احنا رحنا في روما لقينا تمثال هناك، تمثال روماني منحوت يا صديقي بالطريقه المصريه. بنبص كده ده التمثال ده اللي نحته واحد مصري، طريقه النحت دي طريقه مصريه. ده دليل على ايه؟ على التواصل بيننا وبينهم في المجال ايه يا صديقي؟ في المجال الفني. وبكده يا باشا يكون خلص معانا الدرس الاول والجزء الاول من الحصه. قوم خد لك بريك، اشرب لك اي حاجه او هات اي حاجه تشربها وتعالى بينا يا صديقي نتفرج على الجزء الثاني من الحصه. تعالى بقى يا صديقي نكمل الدرس الثاني عندنا في المحاضره دي، وهو اخر درس عندك في المنهج، وهو مصر تحت حكم الرومان. درس هيكون صعب جدا بالنسبه لنا كمصريين، اللي احنا في الدرس ده هنشوف اللي احنا اتهنا كميه اهانه احنا كنا بندوس على وشنا. بس انا اعرف ايه اللي حصل بالترتيب. قال لك والله العظيم
الرومان اصلا دخلوا مصر لعده اسباب، هنقسمهم لسببين. اول سبب هو السبب الاستراتيجي، وبسبب موقع مصر الجغرافي. انت عارف ان موقع مصر الجغرافي والكلام ده انت واخده من رابعه ابتدائي، ان مصر ليها اهميه جغرافيه جدا في موقعها، وهو ان هو اصلا بتطل على اهم بحرين في العالم، البحر الاحمر والبحر المتوسط. ده غير ان هي فيها نهر النيل، ده غير ان هي وسط 3 قارات. حلو الكلام، حلو الكلام. ده غير ان هي كان فيها قناه رابطه بين البحر الاحمر ونهر النيل اسمها قناه سيزوستريس، واللي لما يجوا هيرجعوا يحفروها تاني على يد امبراطور اسمه ترايجان. حلو. فمصر كان ليها اهميه موقع اللي هو الاهميه الاستراتيجيه يا صديقي. حلو حلو. طيب ايه تاني اهميه؟ هي اهميه اقتصاديه. انا قلت لك الدرس اللي فات يا صديقي ان مصر دي هتعتبر سله الغذاء بتاعت روما، بس طبق الفاكهه كمان بتاع روما. كل مره ما تكون جعانه تروح عند مصر تاخد لها 135 الف طن سنويا من القمح. جعانه تاخد من مصر شويه قمح، شويه مش عارف ايه، بس خاصه القمح كان بيستغلونا احسن استغلال يا صديقي، ويا ريت تيجي على قد القمح بس. احنا اتهنا اتداس على وشنا، هوريك دلوقتي، تعالى نعرف ازاي. طيب عايز تعرف اتداس على وشنا ازاي؟ تعالى نقول لك، تعالى اوريك يا حبيبي. اول حاجه في الحياه السياسيه. حلو حلو. من مظاهر الحضاره عندنا في الحياه السياسيه يا صديقي ان المفروض القوانين بتاعت الامبراطوريه الرومانيه ان اللي يجي يمسك اي ولايه رومانيه من ضمن الامبراطوريه الرومانيه يعني لازم يكون قنصل سابق. فاكر القنصلين اللي كانوا ماسكين في النظام الجمهوري؟ الناس دي كانت بتمسك سنه واحده، صح؟ بعد السنه دي ممكن يروحوا يمسكوا اي ولايه تبع روما، يعني هم يمسكوا روما بس سنه واحده، وبعد السنه دي ممكن يمسكوا اي ولايه تبع روما. حلو حلو. والنظام ماشي كده على كل الولايات ما عدا مصر. ليه بقى؟ اوكتافيوس قال لك مصر دي اهم بلد تبع روما. اولا هي اللي بتاكلنا، هي اللي بتاكلنا. ده غير ان هي لها موقع استراتيجي جدا مهم جدا، فهيفيدنا كمان في مجال التجاره. فاللي يمسك مصر دي واحد ما يكونش طمعان فيها. حلو حلو. امال انت هتمسك مين مصر يا باشا؟ قال لك انا همسك مصر دي من احد الفرسان المواليه لي، يعني التابع ليا، يكون تابع ليا وبياخد الاوامر مني مباشره. الاوامر اللي بياخدها ياخدها مني مباشره، يعني ما بيعملش حاجه من دماغه. انا بكلمه يا فلان الفلاني اللي في مصر اعمل لي في مصر فلان الفلاني، حاضر يعملها على طول. حلو. ويكون كمان يا صديقي ذو كفاءه اداريه وماليه وخبره عسكريه. اهم حاجه العسكريه دي، احنا دول، احنا ناس بتتحارب. حلو حلو. طيب في ناس بقى كانت محظوره ان هي تخش مصر، ممنوع ان هم يخشوا مصر، وهم مين؟ اعضاء مجلس الشيوخ، ان هم السناتو، ممنوع. الطبقه الارستقراطيه اصلا دي لو انت فاكر او انت عارف هي اساس المشاكل في كل بلد. هم اللي غيروا النظام، عملوا ثوره في اثينا وغيروا النظام، وعملوا ثوره في روما وغيروا النظام، فما بيعجبهمش العجب، ده غير ان هم طماعين. فاوكتافيوس قال لك يا باشا احنا ايه؟ هنحط النقط على الحروف، الناس دي ما تدخلش مصر. يروح كده اعضاء السناتو، يا عم احنا عايزين نخش مصر بس. لا يا عم عايزين نخش يعني نشرب من نيلها ونجرب نغنيها. لا يا عم عايزين نخش من دول اشطوطه بتاعت بلاد. لا محدش دخل مصر. حاجه غريبه جدا يعني. طيب بعد كده هنخش على التقسيم الاداري لمصر. عمنا اوكتافيوس ده قسم لي مصر اداريا ازاي؟ قسم لي مصر يعني مثلا عندنا التقسيم في اداريا في مصر دلوقتي متقسمه محافظات، صح؟ ما اعرفش كام محافظه، 27 محافظه 28 محافظه حاجه زي كده، هو كل يوم يعمل محافظه جديده اصلا. المهم يعني جميل. قال لك لا، في روما او في العصر الامبراطوريه الرومانيه قال لك مصر هتتقسم 3 ادارات بس. مصر السفلى اللي هي موجوده عندنا في الوجه البحري، ومصر الوسطى اللي هي موجوده بقى في الجزئيه بتاعت القاهره دي يعني. طيب ومصر العليا اللي هي ايه؟ الجزء الجنوبي من الوجه القبلي، يعني هم بلاد الصعيد. حلو. طبعا مصر السفلى دي اللي هو احنا عندنا هنا بنسميها مصر السفلى عشان الارض عندنا واطيه، ومصر العليا في الصعيد عشان الارض عندهم عاليه، بدليل ان انا قلت لك ان النيل في الصعيد عالي بيفضل ينزل ينزل لحد ما يصب عندنا في الدلتا. جميل جميل. مش ده موضوعنا، موضوعنا انه ليه اصلا قسمها 3 مناطق بس؟ ليه لما قسمها مثلا ما قسمهاش كذا مركز، يعني كذا محافظه مثلا؟ ليه اشمعنى 3؟ قال لك والله العظيم هو قسمهم 3 مراكز علشان يحكم سيطرته عليهم. ايه ده؟ هديك مثال. في المدرسه بتاعتك مثلا، وانت في المدرسه بتاعتك مدير المدرسه مثلا عامل في امتحان في المدرسه، امتحان شهر. حلو. فالمدير عايز يجمع درجات الطلبه. هل المدير بيلف على كل فصل وبياخد درجات الطلبه اللي فيه؟ ما يعرفش يعملها، صعب عليه. امال بيعمل ايه؟ المدرسه مثلا متكونه من دور 2 3 4، بتلاقي على كل دور من دول حاجه اسمها او شخص اسمه
مشرف الدور، ده اللي بيلم ياخد الامتحانات بتاعتك، مشرف الدور الاولاني ومشرف الدور الثاني ومشرف الدور الثالث بياخدوا الامتحانات بتاعتك ويودوها لمين؟ ويودوها للمدير وهو قاعد في مكتبه. ده اللي كان بيحصل. عمنا اوكتافيوس قال لك انا اقسم مصر 3 مناطق بس، على كل منطقه في دول حاكم تابع ليا بيتلقى الاوامر مني، وكمان ذو كفاءة إدارية ومالية وخبرة عسكرية. يعني مصر ما كانش بيحكمها حاكم واحد، ده كانوا بيحكمها 3 حكام. مصر كانت متقسمة في عهد الرومان يا صديقي. لو ليك حد في الدلتا أو أنت في الصعيد، أو أنت في الدلتا قصدي، وليك حد في الصعيد ما تعرفش تروح له، كأنه غريب، كأنه في بلد تانية. كانوا مقسميننا وكانوا مبهدليننا. ده أنت لسه ما شفت، ده احنا اتهنا وطلع عنا. هعرفك، تعالى نعرف، تعالى يا حبيبي نعرف. حلو. المهم اللي هو قسمنا ل3 مناطق عشان يعرف لإيه؟ لإحكام إيه يا صديقي؟ السيطرة على مصر. وانا فهمتك ازاي؟ جميل جميل. طيب ايه الحل الاقتصادي؟ قال لك والله العظيم زي ما انا قلت لك برضه في اول الدرس، ان مصر بالنسبه للرومان كانت اهم مورد اقتصادي. ليه بقى؟ احنا اكتر ناس كنا بنمدهم بالقمح. الناس دي هناك في روما ما كانتش بتزرع، ما كانش خلاص بقى، ما كان عادش في زراعه. خلاص احنا معانا مصر يا جدع، تزرع ايه؟ عيب، نام انت ومصر يبعتوا لنا القمح. ما كانش في زراعه عندهم، كانوا بيبهدلونا وبيطلعوا عنا وعايزين ياخدونا مننا كل حاجه. فكنا احنا المورد الاقتصادي الوحيد ليهم، او اهم مورد اقتصادي الوحيد ليهم، اللي بينعيشها بالغلال، الغله اللي هو القمح، وبالمال اللي احنا كنا بنديهم فلوس. يا عم قلت لك هنعرف دلوقتي احنا تلنا ازاي. تعالوا نعرف، بس نتكلم بس الاول عن الزراعه والشغل الخفيف، بعد نتكلم كده، بعد كده نتكلم عن حته الفلوس دي، واوريك اللي احنا طالع عنا بجد بقى. جميل جميل. المهم هم اهتموا بالزراعه وعملوا شويه مشاريع، مثلا ترع جديده وتطهير الترع وضبط مياه النيل وزياده المحاصيل الزراعيه ومحاصيل الفواكه. كل الكلام ده عملوه ليه؟ لزياده الاراضي الزراعيه، زياده مساحه الاراضي الزراعيه. فلما تزود مساحه الاراضي الزراعيه هتزود الانتاج، فلما تزود الانتاج هتبعت لروما كتير وهتبيع كتير. فهم ما اهتموش بالزراعه في مصر عشان خاطر المصريين ولا جمال عويلنا، لا، هم اهتموا بيها عشان شويه من الزراعه دي هيتباع وشويه من الزراعه دي هياخدوا عندنا احنا في روما، زي القمح مثلا. جميل جميل. الصناعه، قال لك والله العظيم هم ما كانوش بيمدوا ايدهم في حاجه في الصناعه في مصر. ما الرومان ملوك عايشين ملوك. امال كانوا بيعملوا ايه يا باشا؟ قال لك والله العظيم كانوا بيروحوا عند المصريين، والله المصريين شوفوا انتوا بتعرفوا تعملوا ايه واعملوه. يعني مثلا في مصر ازدهرت عندنا واحنا كنا شاطرين في صناعه البرد، يعملوا بردي. صناعه الورق يعملوا ورق. صناعه مش عارفه الزجاج والعطور اعملوا كل الكلام ده. اي حاجه انتوا شاطرين فيها كملوا فيها. فالدوله كانت بتعمل حاجه اسمها التشجيع على الصناعه. التشجيع على ايه يا باشا؟ الصناعه. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب عندنا بقى 2 يا صديقي من الرومان اتكلموا عن مصر، واحد اسمه هارديان والتاني اسمه استرابون. تعال نشوف الاثنين دول اتكلموا عن مصر ازاي. هارديان ده لما زار مصر، وده امبراطور روماني، لما زار مصر وراح الاسكندريه لقى ان كل الناس اللي في اسكندريه شغالين، مفيش حد فيهم عاطل. حتى صديق المعاق اللي ايده مقطوعه كان برضه شغال. فقال لك ان مدينه الاسكندريه دي المصريين ما يعرفوش حاجه اسمها العطاله عن العمل، او الايه، او البطاله عامه. ما يعرفوش حاجه اسمها ان انت تقعد عاطل في البيت كده جنب الحاج. المصريين مش كده. المصريين يا باشا ناس بتوع شغل، احنا ناس بتوع اكل عيش من زمان. حلو حلو. ده بالنسبه لهارديان. استرابون بقى، استرابون ده كان جضام مننا، كان مخنوق مننا. ده المؤرخ الروماني اللي كتب التاريخ باليونانيه. الراجل ده كان مخنوق مننا يا صديقي. ليه؟ يروح كده استرابون، عمنا استرابون يا صديقي هيزور مصر. حلو. ويقول لك ان المصريين دول هيبروا له بقى كراحه المصريين اللي بجد، غتات المصريين اللي بجد. هيروح مصر يا صديقي ويقول لك ان المصريين دول عارفين سر صناعه الماده الخام بتاعه الزجاج ومش راضيين يقولوها لحد. يروح كده للمصريين، يا جماعه تعملوا ازاز ازاي؟ ما تقولوا لنا كده الازاز ده بيتعمل ازاي؟ ما رضوش يقولوا له. يا عم تقول لي يا عم سر صناعه الماده دي، سر الصناعه بتاعتك دي قولها لي. ما يرضاش. يا عم هو انت فاكر نفسك سبونج بوب؟ يا عم انت فاكر نفسك في سلطع برجر؟ ما تقول يا جدع سر الصناعه يا جدع بتعملها ازاي؟ لا برضه ما يرضوش. كنا كالحين ورخمين من يومنا لحد دلوقتي ما نطلعش اسرارنا لحد. الحمد لله احنا طول عمرنا كده. حلو حلو. بعد كده يا صديقي عندنا التجاره في عصر الرومان في مصر كانت مختلفه. ازاي؟ يعني مثلا التجاره نوعين وانت عارفهم، تجاره داخليه وتجاره خارجيه. حلو حلو. ولكن التجاره كانت مختلفه، التجاره كانت متناقضه. دي عكس دي يا مستر. طبيعي يعني تجاره داخليه عكس التجاره الخارجيه، دي جوه ودي بره. ماشي يا ظريف، ركز بقى معايا. التجاره ما كانتش عكس بعض في كده يا ابو دم خفيف، انما التجاره كانت عكس بعض. ازاي؟ انت عندك التجاره الداخليه في مصر كان فيها حريه، كانوا بيروحوا يقولوا للمصريين يا جماعه بيعوا واشتروا اللي انتوا عايزينه بالسعر اللي انتوا عايزينه. ابا
انا سمعت الكلمه دي فين قبل كده؟ او هم كده عكس مين؟ دول كده عكس البطالمه. عكس المين يلا؟ عكس البطالمه. مش البطالمه طبقوا لي نظام الاحتكار، متحكمين في كل حاجه. الرومان قالوا لك لا مش هنعمل كده. اما في التجاره الخارجيه، وعشان كده بقول لك ان التجاره الخارجيه تنعكس الداخليه. التجاره الخارجيه كان فيها قيود، يعني مثلا سفينه طالعه الخارج او سفينه طالعه تاجر في الخارج لازم يكون عليها مشرف روماني بيراقب السفينه رايحه منين وجايه منين وباعت وما باعتش ايه. فكانوا مقيديننا في حته التجاره دي، كانوا خانقيننا. فالتجاره الخارجيه كان عليها قيود، اما التجاره الداخليه كان فيها حريه. عشان كده الاثنين كانوا عكس بعض. الاثنين بيتسموا بيه التناقض. التناقض يا صديقي. حلو حلو. ده غير ان هم هيعيدوا حفر قناه اللي بتصل بين النيل والبحر الاحمر اللي كان حافرها عمنا سينوسيرت الثالث اللي كان اسمها سيزوستريس، واللي هتتسمى بقناه تراجان في عهد الرومان. على فكره قناه تراجان دي هتتردم ويجي في عصر المسلمين في مصر اول ما يخشوا يجي عمنا عمرو بن العاص هيحفرها تاني ويسميها بقناه او خليج امير المؤمنين. حلو حلو. طيب قال لك بقى مصر مليانه موارد اقتصاديه وصناعيه و قال لك هيستفادوا منها عن طريق فرض حاجه يا صديقي اسمها الضرايب. الضرايب دي بقى يا صديقي وده النظام المالي. انا قلت لك كانت مصر بتنعش الخزانه الرومانيه بالمال والغلال، وعرفتك ان الغلال دي اللي هي القمح. المال بقى ازاي؟ قال لك والله العظيم الرومانيين في مصر او الرومان في مصر هيعملوا نظام جديد العالم اول مره يسمع عنه، اسمه نظام الضرايب. منهم لله، هيفضل موجود لحد دلوقتي، منهم لله. حلو. ايه نظام الضرايب ده؟ قال لك والله العظيم يا باشا، قال لك ان احنا هنروح عند البيوت المصريه او البيوت المصريين ونعمل لهم حاجه اسمها احصاء. انت كده لو سالت باباك او سالت مامتك او سالت جدك كل سنه كل فين وفين كده بيعدي واحد عندكم في البيت ويقول لك مثلا انت عندكم كام ثلاجه، عندكم كام غساله، انتوا كام واحد، في كام مروحه. عارف انت الموضوع ده هم اللي عملوه الرومان. هم الرومان اللي عملوه، ده اسمه نظام الاحصاء. بيروح يشوف انتوا شغالين ايه، انت عندك كام عيل، انتوا انواعكم ايه؟ انواعكم ايه يعني ذكر ولا انثى؟ حلو. ده غير كمان يا صديقي ان هم كانوا بيفرضوا علينا اكتر من 200 نوع من الضرايب. اكتر من 200 نوع النفس اللي كنت بتاخده كان عليه ضرايب. والله يعني بص حاجه صعبه. لو دخلت تعمل حمام الساعه 2 بالليل تدفع ضريبه، ما ينفعش تخش حمام الساعه 2 بالليل. انت عبيط ولا ايه؟ حلو. ده غير كمان يا صديقي ان هم كانوا بيستعبدونا، كانوا بيجيبونا كده في بعض الخدمات المعينه، بعض الشغلانات المعينه، ويجيبوا المصريين يقول لهم تعالوا اعمل لي الشغلانه دي. طب هتديني كام؟ مش هديك حاجه، انت عبيط ولا ايه؟ تشتغل فيها الزاميا من غير ما تاخد جنيه. يعني انا في الحالتين ما باخدش فلوس اصلا، يعني بشتغل وباخد فلوس بدفعها ضرايب، بدفعها في اكتر من يا ابني انت بيتفرض عليك اكتر من 200 نوع من الضرايب. انت متخيل؟ هتدفعهم كلهم ضرايب، وكمان بتشتغل شغلانات تانية ليهم كده بالله من غير فلوس. فتخيل الذل والاهانه والقحط اللي المصري كان عايش فيه عامل ازاي. حلو حلو. تعال نكمل، تعالى نكمل. قال لك تعالى نبص على الحياه الاجتماعيه. جميل جميل. قال لك والله المجتمع في مصر في العصر الروماني انقسم لعدة طبقات، انقسم ل5 طبقات. حلو حلو. الطبقة الأولى يا صديقي كانت متكونة من الرومان، والطبقة الأولى دي اتقسمت ل3 طبقات. هو عم 5 طبقات في المجتمع المصري في عهد الرومان، هم 5. أول واحدة دي اتقسمت ل3. حلو. أول واحدة وهي الوالي. أول واحدة وهي الإيه؟ الوالي. ده كان أكبر واحد فيهم، طبيعي ما هو الوالي اللي هو الحاكم اللي بيعينه اوكتافيوس. حلو. الراجل ده كان بيقعد الراجل ده كان بيقعد فين؟ في الاسكندريه، وبيساعده حكام المديريات. اوبا. الحاكم او الوالي بيقعد في الاسكندريه، معنى كده ان الاسكندريه العاصمه. الله، ده اسكندريه برضو كانت عاصمه في عهد اليونان وفي عهد البطالمه. انت قصدي ان الاسكندريه حافظت او كانت بتمارس او كانت بتمارس نفس حافظت على دورها السياسي في عهد البطالمة واليونان. هو ايه دورها السياسي في عهد البطالمة واليونان يا صديقي؟ اللي كانت معاصمة. العاصمة دورها السياسي او الاسكندرية دورها السياسي في عهد البطالمة واليونان اللي كانت عاصمة، وفضلت محافظة على الدور ده برضه في عهد الرومان. جميل جميل. تعال نكمل. تاني طبقة من الطبقة الأولى وهم جنود الرومان. جميل الكلام. ده من الجنود بتوع الجيش كانوا لازم يكونوا في الطبقة الأولى طبعا، لأن الناس دي اللي بتحارب والناس دي اللي بتدافع عن بلد، فلازم أكون مهتم بيهم. طيب آخر طبقة أو الطبقة الثالثة من الطبقة الأولى، آخر ناس كده من الطبقة الأولى هم مواطنين الرومان. يا باشا والله العظيم كده الرومان هيجوا أو الحكام الرومان هيجوا يقول لك يا باشا الناس اللي قبلنا الإغريق كانوا مخلين الإغريق اللي زيهم في الطبقة الأولى،
فوق في الهاي. احنا بقى لما جينا نمسك مصر هنخلي برضو الرومان في الهاي. جميل. كانوا بيجيبوهم زي ما الاغريق كانوا بيجيبوا الاغريق كده، اليوم مش البطالمه كانوا بيجيبوا الاغريق عشان خاطر يستفادوا من فلوسهم. نفس الفكره، الرومان كانوا هيجيبوا اهل روما اللي عايشين في روما عايشين في مصر عشان يستفادوا من ايه؟ يستفادوا من فلوسهم. ده بالنسبه للطبقه الاولى. جميل. الطبقه الثانيه يا صديقي عندك اسمهم اغريق المدن الاربعه، وركز بقى معايا عشان دي فيها نقطة أنا ما قلتهاش المرة اللي فاتت. حلو. إيه إغريق المدن الأربعة؟ إغريق دي يعني اليونانيين اللي عايشين في 4 مدن عندك مشهورين فين؟ في مصر. أول مدينة اسمها نقراطيس، دي كانت مدينة يونانية، وركز بقى عشان نقراطيس دي أول وأقدم مدينة يونانية في مصر. حلو. بعدها الإسكندرية، والإسكندرية دي أول وأقدم مدينة إغريقية ساحلية في مصر. يعني دي اقدم مدينه يونانيه ساحليه، انما دي اقدم مدينه بشكل عام. لو جبت لك نقراطيس واسكندريه، ايه اقدم واحده في الاثنين؟ هتقول لي نقراطيس، اقول لك صح. لو قلت لك ايه اقدم واحده في الاثنين ساحليا، هتقول لي اسكندريه، لان نقراطيس اصلا مش على الساحل. نقراطيس كانت في البحيره مش على الساحل. يبقى اقدم مدينه عملها اليونانيين على الساحل كانت اسكندريه، انما اقدم مدينه عامه عملوها كانت نقراطيس، وهي اقدم من اسكندريه عامه. حلو. وطبعا مدينه بطلميس اللي عملها بطلميس الاول، ومدينه انطوبوليس اللي عملها ارديان وهنتكلم عليها دلوقتي. الاربع مدن دول كان فيهم اغريق، دول كانوا في الطبقه الثانيه عندي في المجتمع، ويعفوا من شويه ضرايب زي ضريبه الراس. ما كانوش بيدفعوا ضريبه الراس. عارف ايه ضريبه الراس ده يا صديقي؟ ضريبه الراس دي لما تعدي سن معين في روما وانت عايش في مصر، وانت عايش في مصر قصدي في عصر الروماني، يعني لما تعدي سن معين انت كنت بتدفع ضريبه على السن ده. انت ازاي عايش لحد دلوقتي؟ تعالى ادفع ضريبه. والله زي ما بقول لك كده، بقول لك فرضوا علينا ضريبه على كل حاجه، اي حاجه كان بيتفرض عليها ضريبه. انت فاهم؟ المهم، تاني طبعا عندنا والاغريق في الريف المصري. احنا عندنا 4 مدن، اي مدن غير دول الاغريق اللي عايشين فيها دول في الطبقه الثالثه. حلو. انتشروا في عواصم الاقاليم. يا جماعه كلمه اقليم ده يعني محافظه، وعاصمه المحافظه يعني احلى مكان في المحافظه، ده معنى كلمه عواصم الاقاليم. جميل. ودول عملوا ايه؟ اشتغلوا في التجاره والاعمال المصرفيه، شغل الصرف والحسوب والحسابات والبنوك وبتاع، ده اللي اشتغلوا فيه. جميل. ولكن هم ما عرفوش من اي ضريبه. طيب ايه تاني؟ قال لك اليهود، دول رابع ناس عندنا، او رابع او في الطبقه الرابعه. دول عاشوا فين؟ دول عاشوا في الحي الرابع في الاسكندريه. لحد دلوقتي في اسكندريه فيها يهود، والله العظيم تروح هتلاقي كلها يهود، عالم كفره، استغفر الله العظيم يا رب. المهم ان هم كانوا برضو بيشتغلوا في المجال المالي، او اشتغلوا بالمجال المالي بتاعتهم اللي هي التجاره والبنوك والصرافه والمرابحه. ايه ده؟ دول نفس الشغلانه اللي كانوا بيشتغلوها في عصر اليونانيين في عصر البطالمه في مصر. يبقى كده الطبقه الثانيه في عهد البطالمه في مصر اللي هم اليهود بيتشابهوا مع الطبقه الرابعه في عهد الرومان في مصر اللي هم اليهود برضو. في ايه؟ ان الاثنين اشتهروا بالاعمال المصرفيه، اشتغلوا بالاعمال المصرفيه. مش الطبقه الثانيه، يالا الطبقه الثانيه دي في عهد البطالمه كانت اليهود بيساووا مين يا باشا؟ بيساووا الطبقه الرابعه في عهد الرومان اللي هم اليهود برضو في ايه؟ الاعمال المصرفيه. الطبقه الثانيه اللي هم اليهود في عهد البطالمه، والطبقه الرابعه اللي هم اليهود في عهد الرومان، الاثنين شبه بعض في ايه؟ في الاعمال المصرفيه. سبحان الله على طول يا جماعه. والله العظيم اللي عامل اليهود دول قيمه فلوسهم، والله العظيم. برضو ده كان سبب يعني من ضمن اسباب دخولهم فلسطين، او السبب الرئيسي في دخولهم فلسطين اصلا، اللي هم راحوا للدول الكبيره في الحرب العالميه الاولى، او الدول الكبيره اصلا اللي راحت لهم في الحرب العالميه الاولى، وقالت لهم يا يهود لو وعدتونا او ساعدتونا بالفلوس اللي معاكم دي، احنا هنعمل لكم ارض تعيشوا فيها. لان هم عاملين يا صديقي زي الكلاب. اليهود دول كلاب، في اي بلد ممكن تلاقي كلاب، صح؟ هم كانوا كده منتشرين في كل بلاد العالم، ما لهمش ارض تلمهم، حشرات. حلو. فمعنى بقى ان في ارض هتلمنا كلنا وتلم شملنا، دي حاجه كبيره بالنسبه لهم.
فقالوا لهم خلاص احنا هنساعدكم بالمال مقابل انتوا لو كسبتوا. طبعا الكلام ده كان بين فرنسا وبين بريطانيا في الحرب العالميه الاولى، والفعل هم كسبوا، وبالفعل طلعوا وعد اسمه وعد بلفور، وده كان نصه ان هم هيعملوا وطن قومي يشمل شامل لليهود في فلسطين. ومن يومها هم قاعدين ولاد الكلب هناك، يا رب رب كده وعدهم بحاجه تشيلهم من على وش الدنيا يا رب. قول امين يا صديقي، قول امين. المهم اخر طبقه يا صديقي في مصر في العصر الروماني هم المصريين. احنا دايما اقل ناس في كل حاجه يعني، الحمد لله. المهم ان المصريين كانوا اقل طبقه والطبقه الاخيره في عصر الرومان. حلو الكلام. وعلى فكره المصريين هنا ما يقصدش يقول المصريين بس، اي حد مش يهودي او اي حد مش اغريقي او اي حد مش روماني بيتقال عليه مصري. يعني ممكن ما يكونش، ممكن يكون عراقي مثلا، ممكن يكون سوري وعايش في مصر، بس مش من الاربع طبقات اللي احنا ذكرناهم بيتقال عليك مصري. ايش تتكلمش انت روماني؟ لا. طب انت اغريقي؟ لا. طب انت يهودي؟ لا. يبقى انت كلب مصري، تفتح بقك حيوان، تفتح بقك. حلو حلو. وكمان يا صديقي فرضت علينا كل الضرايب، كان في اكتر من 200 نوع ضريبه كانوا بيفرضوا علينا، وملناش حقوق قانونيه. يعني لو حد مثلا من الاغريق او من مصر او من الاغريق مثلا او من الرومان زعلنا في حاجه، سرقنا في حاجه، ملناش اللي احنا نروح نشتكيه. سرقك؟ يلا يا كلب روح اتكل الله على بيتك، سيدك يعمل اللي هو عايزه. والله العظيم دي كانت المعامله، كنا بنتعامل اوحش معامله، تفرقه عنصريه زي في عهد مين يا ابني؟ في عهد البطالمه. التفرقه العنصريه يا صديقي. بس البطالمه كانت رحمه شويه عن دول حرفيا بيعاملونا كاننا كلاب، ما كانوش طايقيننا، مش عارف ليه، مع ان الارض بتاعتنا. ايه البجاحه اللي فيكوا دي؟ حلو حلو. انت عارف كده كده المصريين مش هيسكتوا يعني، وهنبدا اللي احنا يعني اعرفك دلوقتي احنا هنعمل ايه. حلو حلو. وخلي بالك بقى، ودي اهم حاجه، ما كانش يسمح لاي فئه سكانيه انها تترقى للفئه الاعلى الا بقانون يصدر من الامبراطور نفسه. يعني مثلا انت مصري واشتغلت وبقى معاك فلوس ومش عارف ايه وبتاع، ما ينفعش انك تطلع في الطبقه الرابعه مثلا او في الطبقه الثالثه، ما ينفعش. انت مصري هتفضل مصري. ما انت دلوقتي يالا، انت دلوقتي في الطبقه الاخيره بيتفرض عليك كل الضرايب مهما اشتغلت ومهما عملت. انت لما تطلع لي في الطبقه اللي فوقك، الطبقه اللي فوقك دي ضرايب اقل، فلما دول يشتغلوا ويطلعوا لي الطبقه اللي فوق، فكده انا مش هاخد ضرايب من الناس دي، فكده الفلوس معايا هتقل. لا يا باشا، انت خليك في الطبقه دي غصب عنك، اشتغلت ما اشتغلتش انت هتفضل فيها عشان انا بفرض عليك كل الضرايب. انت لو طلعت لي في الطبقه اللي فوقك على طول، الطبقه الرابعه مثلا او الثالثه، فالطبقه عندي الخمسه دي هتقل، المصريين هيقلوا، فالضرايب عندي هتقل. فاهم حاجه؟ لا، انت خليك زي ما انت عندك. حلو حلو. طيب تعال نكمل. الحياه يا صديقي الدينيه، وركز بقى علشان دي ايه، حاجه فيها كلام مهم جدا. جميل جميل. الدينيه وهي عباده الاباطره انتشرت في مصر، وزي ما قلت لك الرومانيين خدوها من اليونان، خدوا الفكره دي من اليونان، واليونان اصلا كانوا واخدينها من مين؟ كانوا واخدينها من مصر. جميل الكلام جميل الكلام. عندنا واحد اسمه هرديان، ده امبراطور روماني كان في مصر، راح عمل معبود في مصر اسمه الاله سيرابيس. ده معبود مصري واغريقي في نفس الوقت، اللي هي الحضاره الهلينستيه يعني. عمله في مصر، ده دليل على التسامح الديني بتاعه. جميل جميل. ده غير ان هو هيعمل مدينه تانية يا صديقي اسمها انطوبوليس. انطوبوليس دي يا صديقي قصتها ان هرديان دوت كان رايح لصعيد مصر ايه، في قافله كده، في رحله لصعيد مصر، وهو راجع احد القاده بتوعه او احد الجنود هيقع في البحر. حلو. فيجي صديقه اسمه انطونيوس. جميل الكلام جميل الكلام. انطونيوس ده هيرد وراه عشان يجيبه، فهيغرق. فتغليدا للثغره دي، وتغليدا لشجاعته، وتخليدا لشهامته، في نفس المكان اللي غرق فيه هيعمل مدينه سماها باسمه، هي انطونيو بوليس. جميل جميل. في ناس طبعا تقول لك ان هي في المنيا، وناس تقول لك ان هي في هنا. المهم ان هو عملها في الصعيد. جميل الكلام جميل الكلام. وتفضل يا صديقي الحال ماشي على ما هو عليه لحد ما في يوم من الايام في مدينه بيت لحم بدوله فلسطين هيتولد السيد المسيح عيسى ابن مريم، سيدنا عيسى ابن مريم، في عهد الامبراطور الروماني اوكتافيوس. حلو الكلام حلو الكلام. وهيبدا سيدنا عيسى ان هو يعرف الناس مبادئ وجمال وسماحه الديانه المسيحيه. ومن ضمن الناس اللي اتعلمت الكلام ده على ايد سيدنا عيسى قديس اسمه القديس مرقس. القديس مرقس ده بقى يا صديقي اللي هيدخل المسيحيه مصر في عهد الامبراطور نيرون، امبراطور روماني نيرون، بعد 54 سنه من ظهور المسيحيه او من ولاده سيدنا عيسى.
حلو الكلام، حلو الكلام. هيخش القديس مرقس في عهد الامبراطور نيرون لمصر، وهيبدأ يعرف المصريين بالديانة المسيحية، والمصريين يا صديقي ما يصدقوا. يا الله، الديانة الجميلة دي اللي هتنقذنا من بطش وظلم الرومان، خلاص بقى ديانة بتدعو للايه؟ للعدل ولا السماحة، هتنقذنا من الرومان والقرف اللي بيعملوه فينا. حلو. فيبدأ المصريين ان هم ايه؟ يخشوا في الديانة المسيحية ويتسموا بالأقباط. اي مصري ساعتها كان بيتسمى بالقبطي. والكلام ده يا صديقي مش هيعجب الاباطره الرومان لسببين: سبب ديني وسبب شخصي. السبب الديني انك بتقول لي هتعبد اله واحد اللي هو الله، معنى كده ان عباده المعبود، كثره المعبودات اللي عندنا زي مثلا المعبود جوبيتر والاوثان والاصنام دي هتتلغي. انت عايز تلغي المعبودات دي ازاي؟ حلو. والسبب الشخصي بقى يا صديقي ان انت كده هتلغي لي عباده الاباطره. انا كامبراطور كان الشعب بيعبدني، الشعب كان بيقدسني، دلوقتي انت بتقول لي هتعبد اله واحد بس موجود في السماء. فانت كده السبب دوت بالنسبه لي هيكون سبب شخصي، هيضايق انا مني ايه؟ شخصيا، او انا هتضايق منه شخصيا. فيبدا يا صديقي الاباطره الرومان اللي هم يضطهدوا المصريين. تعال بقى نتكلم عن اضطهاد الاباطره وظلم الاباطره الرومان للمصريين المسيحيين في مصر كان عامل ازاي. حلو الكلام، حلو الكلام. ده من كثره الاضطهاد يا صديقي وكثره الظلم هيبدأ ناس مسيحيين يسافروا من المدن اللي هم عايشين فيها ويروحوا يقعدوا في الصحراء. الناس دي كنا بنسميهم الرهبان. الراهب ده كان بيطلع من المدينة ويروح يقعد في الصحراء لوحده بعيد عن أي حاجة، يتفرغ لعبادة الإله بس، عبادة ربنا بس، يعبد ربنا بس. كان بيبني مبنى كده كان بيسميه الدير. الدير ده كان بيتبنى في الصحراء، كان بيقعد فيه يعبد ربنا بس، مش هيشتغل ولا ياكل ولا يشرب، لدرجة كمان اللي هو ما كانش بيتجوز. كل ده من درجة ظلم الايه؟ الرومان للمصريين. تعالوا بنتكلم فيهم واحدة واحدة كده، ازاي بدأت الظلم وازاي انتهى. حلو. تعالى نتكلم عليهم. طيب قال لك والله اول امبراطور هيبدأ ان هو يضطهد المسيحيين في مصر هو الامبراطور نيرون، اللي دخلت المسيحية في مصر في عهده أصلا. ده في عهده هتبدأ ذروة الاضطهاد للمسيحيين. حلو حلو. هيجي بعد نيرون يا صديقي امبراطور تاني اسمه ديوكليتيانوس. ديوكليتيانوس ده يا صديقي كان مجرم، كان سفاح، كان مجرم حرب، كان نتنياهو التاني، كان سفاح يا صديقي ما كانش بيسمي. عمل ايه؟ قال لك والله العظيم هيبدأ ان هو يهدم الكنائس ويحرق الكتب المقدسة اللي هي الانجيل، ويهدم اي حد يخش في المسيحية. حط نفسك مكانهم. تخيل الحاكم بتاعك يقول لك انا ههدم لك كل المساجد اللي موجوده عندك، وهحرق لك المصاحف، واي حد هيكون موجود في الاسلام او يخش الاسلام ويعلن ان هو دخل في الاسلام انا هعدمه. حط نفسك بقى مكانهم يا صديقي، هتبقى عامل ازاي؟ حلو الكلام، حلو الكلام. لدرجه من كثره الناس اللي ماتت في عهد الراجل دوت الاقباط هيعملوا تقويم جديد سنة 284 هيتسمى التقويم القبطي. حتى انت في النتيجة اللي عندك في البيت، لو عندك نتيجة في البيت هتلاقي فيها 3 تقويمات: تقويم هجري وميلادي وقبطي. قال لك هم عملوه من سنة 240، السنة دي كان فيها شهداء كتير قوي أقباط، فقال لك احنا من السنة ده اهي هنعمل تقويم جديد اسمه التقويم القبطي تغليدا لذكرى الشهداء. طب انا لو عايز اجيب التقويم القبطي دلوقتي اعمل ايه؟ هتجيب يا باشا السنة اللي انت فيها، السنة الميلادية اللي احنا فيها مثلا 2026 وتطرح منها ال 284. شوف بقى تطلع لك كام. ده لو حب يبرد عليك، لو حب يرخم عليك ويجيب لك دلوقتي احنا في سنه كام قبطيه، فلو حب يرخم عليك هتعمل المساله دي 2026 ناقص 284. حلو ويا ريت تحلها دلوقتي. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب بعد ديوكليتيانوس هيجي واحد هينصر المسيحيين في مصر اسمه قسطنطين. قسطنطين ده بقى يقول لك لا، اللي بيحصل في المسيحيين دوت كتير، اللي بيحصل في المسيحيين دوت حرام. هيعمل ايه عمنا قسطنطين؟ هيطلع مرسوم اسمه مرسوم ميلان، مرسوم التسامح مع المسيحيين. يا جماعه اي حد عايز يخش الديانه المسيحيه يخشها واحنا مش هنعمل له حاجه. ده اسمه مرسوم التسامح يا صديقي، ده اللي هيعمله عمنا قسطنطين. حلو الكلام، حلو الكلام. بعد كده يا صديقي هيجي عندنا امبراطور اسمه سيودوسيوس. انا مش عايزك تقرا اسمه ولا تحفظه، انا عايزك تكون عارفه شكليا. اقسم بالله الاسامي دي انا بقعد حوالي 3 ساعات تدريب بس عشان اعرف اقراها، انا مش هكدب عليك. حلو. المهم ان الراجل دوت بقى هيطلع مرسوم هيلغي بيه العباده الوثنيه ويعترف بالعباده او الديانه المسيحيه ديانه رسميه للبلد. الديانه الرسميه اللي هنعبدها او هنتبعها في البلد هي الديانه المسيحيه.
زي ما عمل قسطنطين يعني؟ لا، قسطنطين ما عملش كده. قسطنطين هو اعترف بالديانه المسيحيه عادي، هو خلى الناس تبقى مسيحيين ويخش في الديانه المسيحيه عادي، خلى في حريه دينيه عادي، ولكن هو ما اعترفش بالديانه كديانه رسميه للبلد. حلو. اللي عمل كده هو عمنا سيوديوس. وخلي بالك يا صديقي، الراجل ده اللي هيلغي دوره الالعاب الاولمبيه. فاكر انت في اليونان لما قلت لك هيعملوا دوره العاب اسمها دوره الالعاب الاولمبيه، وفي راجل امبراطور روماني هيلغيها؟ هو ده الراجل ده اللي هيلغيها، وهترجع تاني طبعا في اواخر القرن الايه؟ اخر القرن ال19. جميل جميل. ده بالنسبه للحياه الدينيه. الحياه الثقافيه والفكريه، قال لك والله الاسكندريه زي ما كانت في العصر اليوناني متقدمه فكريا وثقافيا، هتفضل برضه في العصر الروماني متقدمه فكريا وثقافيا، وتتقدم في فنون كتير زي الطب والهندسه والتاريخ والجغرافيا والفلسفه. حلو الكلام. اما بالنسبه للاعمال الادبيه في عصر الرومان في مصر، اقتصرت على اعاده النشر والشرح بس. من الاخر كده مفيش ابتكار في الادب في عصر الرومان في مصر. الادب كان مقتصر ان انا بجيب الاعمال الادبيه اللي قبل كده واعيد نشرها او اشرحها للناس، ده الادب بالنسبه لهم. حلو حلو. وقامت كمان المدرسه المسيحيه يا صديقي بالاسكندريه بدور فعال في اسراء الحياه الثقافيه. اسراء الحياه الثقافيه يعني ازدهار الحياه الثقافيه. جميل جميل. طبعا انت عارف اول ما المدرسه او الدين المسيحي هيظهر هيبدا بقى ينتشر ادب جديد اسمه الادب القبطي. جميل. ايه حوار الادب القبطي دوت؟ شويه قصص، شويه معلومات عن مين؟ عن القديسين، زي قصص الانبياء مثلا عندنا في الاسلام، شرح الكتاب المقدس اللي هو الانجيل، وتراجم او اللي هي سير يعني الشهداء الاقباط اللي هم ماتوا في عهد عمنا مين؟ دقلتيانوس. حلو الكلام. كل القصص وكل الحاجات دي الادب القبطي عامه ملخصه او فائدته اللي هو الحث على الفضائل والاخلاق. زي يا صديقي ما بيتعرض لك كده مثلا الحواديت الدينيه اللي بتيجي قبل الفطار في رمضان دي، او القصص الانبياء مثلا اللي بتجيلك قبل رمضان في الفطار دي، ما دي كل دي بتعلمك الانبياء كانت بتعمل عشان تعمل زيهم، بتعرفك بس انك تذاكر يكون عندك اخلاق زيهم، بتعرفك الناس دي كانت بتعمل عشان تقلدهم. نفس الفكره بتاعت الادب القبطي كانت موجوده عشان كده بالظبط. حلو حلو. ولكن يا صديقي الحلو ما بيكملش. اوعى تفكر ان الناس دي عشان خاطر بقى في علوم وفي فنون وفي ديانه مسيحيه جديده انتشرت وبقت رسميه في البلاد ان الناس دي تبطل ظلم في المصريين. اوعى، لا، الضرايب لسه بتتفرض، الظلم والعبوديه للمصريين لسه موجود. وده كان سبب يا صديقي اللي خلى المصريين بقى يشموا نفسهم ويعملوا عدة ثورات على الرومان. ومن ضمن الثورات دي ثورات كانت موجودة في الإسكندرية. فالكفرة والأغبياء مش هيسموا، يقول لك يا باشا هاخدوا بعضهم وراحوا حرقوا الإسكندرية باللي فيها من منشآت معمارية ومن بشر. حرقوا الإسكندرية باللي فيها. كده كده مش احنا اللي بنينها، كده كده الإسكندر اللي بنيها، مش بتاعتنا. حلو. فنولع فيها عادي. ولعت يا صديقي بالمنشآت اللي فيها زي جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية اللي اتعلم فيها أشهر وأهم علماء العالم واللي اكتشفوا لنا علوم لسه موجودة واشتغالين عليها لحد دلوقتي، زي دقلتيانوس وزي أرشميدس وزي فيثاغورس. في ناس كتير قوي اتعلمت في المكتبة دي والعلوم بتاعتهم لسه بندرسها لحد دلوقتي، جم هم ولعوا فيها بكل سهولة. ولكن طبعا هترجع تتبني تاني وتتعمر تاني في عصر مين؟ في عصر الايه؟ المسلمين. حلو الكلام يا صديقي؟ حلو الكلام. طيب طبعا دي ملحوظات مهمه او ملحوظات لازم تكون عارفها يعني، ان الاديره كان فيها مراكز علميه ممتازه لعلوم الكنيسه، والاسكندريه في عصر الرومان هتفضل من اعظم المواني اللي موجوده في البحر المتوسط برغم الفساد اللي موجود، برغم انها اتحرقت. حلو حلو. التواصل الثقافي بين مصر والرومان. في روما يا صديقي التقويم بتاعهم كان 10 شهور بس، بيبدا من شهر مارس لحد اخر الشهر اللي هو شهر ديسمبر. انما خدوا هم فكره بقى المصريين، انت عارف ان المصريين التقويم عندنا كان 12 شهر، خدوا ال 12 شهر دول وطبقوها عندهم، فاصبح التقويم عندهم 12 شهر بدل ما كان 10 شهور بس. طيب اخر حاجه بقى صديقي وهي الحياه الفنيه. حلو حلو. قال لك والله ازدهرت الفنون في الرومانيه في مصر في عهد الرومان، واكبر دليل على كده المتحف القبطي واليوناني او المتحف اليوناني الروماني اللي موجود في الاسكندريه. هتخش المتحف دوت هتلاقي فيه هناك نوعين من الفنون. اول فنون يا صديقي هو فن الطبقه الحاكمه، فن الملوك. الناس دي كان بيتعمل لها مثلا زي تماثيل الاباطره الرومان والنقوش اللي تزينت بقى جدران التوابيت الحجريه. وفن الطبقه العامه بقى، وده عباره عن عده او مئات التماثيل الصغيره اللي معموله من الفخار والحجر والمعادن،
حلو الكلام، حلو الكلام. وطبعا يا صديقي اول ما هيظهر معانا الديانه المسيحيه هيبدا معانا برضو فن جديد اسمه الفن القبطي. حلو، وده اللي بقى اللي عبر عن الديانه المسيحيه. طب هيعبر عنها فين؟ عبر عنها يا صديقي في الكنائس وفي الاديره. حلو، ومن اشهر المنشآت المعماريه او الفنيه اللي كانت موجوده في مصر في عهد الرومان وهم الكنيسه المعلقه اللي في القاهره، ودير المحرق اللي هو اسمه دير السيده مريم العذراء اللي موجود في اسيوط، ودير الانبا انطونيوس اللي موجود في البحر المتوسط، وادجيره وادي النطرون اللي يعتبر كده ايه عند القاهره عند دلتا مصر، واشهر دير فيهم هو دير الانبا بشوي. واهم واحد في دول يا صديقي هو المتحف القبطي اللي موجود في القاهره. المتحف ده يا صديقي حقق لي حاجه اسمها الابتعاد عن التعصب. ليه؟ تخش المتحف ده يا صديقي هتلاقي فيه فنون مصريه قديمه وهيلينستيه، هيلينستيه دي يعني يونانيه، وبيزنطيه اللي هي رومانيه، واسلاميه، في كل الفنون. ليه بقول ابتعاد عن التعصب؟ لان اي حضاره من دول، يعني مثلا الحضاره الهيلينستيه لو كانت جت وشافت في حاجات مصريه كان ممكن تقول لك انا هرمي الحاجات المصريه دي واحط الحاجات بتاعتنا انا بس، او التماثيل الفني بتاعنا بس. هم ما عملوش كده، هم قالك لا، هنسيب المصريين عادي لان المصريين جزء من الحضاره دي ونزود عليهم الحاجات اللي احنا عملناها. وكذلك الدوله البيزنطيه وكذلك الحضاره الاسلاميه. فهم كده عملوا حاجه اسمها الابتعاد عن التعصب في المتحف القبطي يا صديقي. حلو الكلام، حلو الكلام. والظلم هيفضل موجود والاضطهاد هيفضل موجود. عشان كده يا صديقي المصريين هيقوموا بعدة ثورات على البيزنطيين لعدة أسباب، أهمها وأولها وهو استبداد الحكام وظلمهم واستنزافهم من موارد مصر الاقتصادية. واكلين خيرنا وواكلين قوتنا يا جدع، حرام عليكم. ده غير كمان يا صديقي النظام الاقطاعي. اقطاعي دوت ان واحد غني يمسك شويه اراضي كتير قوي تبقى بتاعته، فهو متحكم فيها ومتحكم في كل الناس اللي شغالين فيها. حلو الكلام، حلو الكلام. ده غير طبعا برضو حاجه مهمه وهي فلاحه وتعدد الضرائب المفروضه على المصريين. حلو، ده غير يعني ما كانوش بيفرضوا ضرائب وخلاص، ده كانوا بيروحوا عندنا واللي مش عارف يدفع الضريبه او مش عايز يدفع الضريبه كان بينضرب. فاهم حاجه؟ بينضرب وبيتهان وممكن يتعدم ويتهان اهانه جامده. احنا كان طالع عنا في عهد الرومان، احنا كنا متهانين اهانه فظيعه. حلو، حلو. ومن ضمن الاسباب كمان اللي احنا عملنا عليهم ثورات عشان خاطر يطلعوا من عندنا هم يا صديقي ان هم كانوا بيعتبرونا طبقه اقل منهم، بنعمل في سبيل ارضائهم. يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا لو انا واحد اغريقي او انا واحد يوناني، حلو، انا واحد اغريقي وواحد يوناني اهوت وعايز كوبايه شاي، يجي لي واحد كده عايز ايه يا باشا؟ عايز كوبايه شاي؟ استنى اشوف لك اي كلب مصري يعملها لك. اه والله هي دي كانت المعامله. كنا شغالين عند الاغريق والرومان اللي واليهود اللي موجودين في مصر، كنا شغالين عندهم. اي حد كان عايز اي حاجه يرن كده، شوفوا لي اي كلب مصري كده موجود في الشارع يجي يعمل لي الشغلانه دي من غير فلوس. ده كلب مصري حقير حيوان تبخس عليك وعلى اللي جابوك. والله دي كانت المعامله اللي كنا بنتعاملها، كنا اقل طبقه في المجتمع. حلو، حلو. في الوقت ده يا صديقي احنا مارسنا نوعين من الثورات، ثورات الطبيعيه العاديه اللي احنا بنطلع نحارب بيها، وثورات تانية سلميه اللي هي الثورات دي سلميه. ايه موضوع الثورات السلميه دي؟ قال لك والله العظيم احنا شغالين زي مش شغالين. ازاي؟ قال لك دلوقتي انا شغال، يا اما بشتغل من غير فلوس يا اما بشتغل وبيتاخد مني ضرايب. طب ما انا كده بفيدك سواء شغال هنا او شغال هنا، انا كده بفيدك. انا مثلا مش شغال خالص، انا هقطعك اقتصاديا، لا هشتغل معاك ولا هبيع واشتري منك، انا مش عايز منك حاجه. حلو، اضربني بقى عذبني، انا كده كده طالع عيني في قعده اعمل اللي انت عايزه. فانا كده بقاومك وباجي عليك مقاومه اسمها مقاومه سلميه، لو ما طلعتش حاربتك. حلو الكلام، حلو الكلام. وهتفضل الامور ماشيه كده يا صديقي لحد ما في فتره من الفترات واحد اسمه عمرو ابن العاص في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب هيجي ويعرف ان هو يفتح مصر. واول يا صديقي مع عمرو بن العاص هيخش مصر هيلاقي استقبال من المصريين ليه. خلاص بقى شافوه في صوره المنقذ. المصريين يعني ماسكين في اي قشايه، اي حد يخلصنا من الناس دي، الناس دي خانقتنا يا جماعه. حلو، حلو. وهينجح عمرو بن العاص ان هو يخش مصر ويهزم الرومان ويطلعهم من مصر. واول ما يخش يا صديقي عمرو بن العاص يا صديقي هيخش ويقول للمصريين يا جماعه ما تخافوش، انا هنا هسمح لكم بالحريه الدينيه، اعملوا اللي انتوا عايزينه، اعملوا اللي انتوا عايزينه واشتغلوا في الحاجه اللي انتوا عايزينها، انا مش هاجي عليكم. فالمصريين هيبداوا يحبوا عمرو بن العاص. ده غير كمان يا صديقي ان عمرو بن العاص هيروح للصحراء من ضمن الرهبان اللي كانت هربانه في الصحراء من كتر ظلم المسيحيين او الرومان للمسيحيين، راهب اسمه
راهب اسمه يا صديقي بنيامين. بنيامين ده هرب في الصحراء حوالي 13 سنه، قعد في الصحراء حوالي 13 سنه خايف من المسيحيين. عمرو بن العاص هيروح له يقول له تعالى يا باشا ابني كنيسه اقعد فيها عندنا في مصر، محدش هيقدر يكلمك. ده غير كمان ان هو يامر باسترداد جميع الكنائس اللي استولى عليها الروم خاصه في الاسكندريه. اي كنيسه الرومان خدوها، اي كنيسه الرومان قفلوها، اي كنيسه الرومان هدوها ابنوها لي تاني وخلوا الناس تعمل اللي هي عايزاه. حلو. وطبعا مش عمرو بن العاص بس اللي اهتم بمصر، ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو كمان وصى بمصر. قال لك ايه؟ قال لك اذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا. بالقبط ده اللي هو المصريين. قلت لك ان المصريين سواء مسيحيين او لا كانوا بيتسموا الاقباط. حلو. وكمان قال للرسول ايه، او من ضمن وصايا الرسول عليه الصلاه والسلام، اذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا، يعني جندا كتيرا، خدوا منها جنود كتير، فان بها خير اجناد الارض. وبس كده يا صديقي. عايز بقى تعرف ازاي المصريين او ازاي المسلمين دخلوا مصر؟ دخلوها ازاي وليه وعملوا فيها ايه وبنوا فيها ايه وفترات المسلمين داخل مصر واهم مظاهر الحضاره الاسلاميه؟ ده كله شغل تانية ثانوي. اما بالنسبه لك انت يا صديقي فمنهجك بيقف لحد هنا، ولكن انت عارف ان انا مش هسيبك لحد هنا. ان شاء الله بعد ما المحاضره دي تنزل لك وبعد ما تذاكرها هبدا انزل لك محاضرات حل زي ما كنت معاك في المنهج من اوله لاخره وساعدتك ونزلته لك في 3 محاضرات بس، وعرفتك ازاي المنهج بيتذاكر وربطت لك الدنيا ببعض ازاي. انا كمان هكون معاك واعرفك ازاي المنهج بيتحل وطريقه حل الاسئله السليمه والصحيحه. بس يا صديقي انت كمان ساعدني وخليك جنبي كده، وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتشير فيديو لكل اصحابك لعلهم يستفادوا زي ما انت استفاد. وبس كده يا صديقي، سلام.